السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثاني في الإعدادي في كل مكان. أخباركم إيه يا أبطال؟ النهارده جاي لكم بالجيومتري بتاعتك اللي هي يونت 3، جايين نعمل كده ريفيجن سريع عليها. لمينا لك الرولز كده في البداية، بعد كده خدناك في رحلة حل كالعادة زي ما أنت متعود، فمش عايزينك تتوه مننا، عايزينك بورقة وقلم جميلة تجمع الرولز معانا، بعد كده تبدأ تشوف معانا الحل. وبرضه هتلاقيني في الآخر خالص سايب لك الفايل ده في الكومنتس عشان لو حبيت تاخده وتحله تاني مع نفسك فتبقى الدنيا تمام. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. يلا بينا يا حبايب قلبي، زي ما اتفقنا كده نلم الجيومتري بتاعتنا سريع كده، نحط الرولز بتاعتنا كلها، بعد كده نروح لرحله الحل بتاعنا. طب يلا كده نسمي الله، بسم الله، صلى على النبي. دلوقتي هنا اول حاجه كانت بدأ عندك اللي هي التريانجل نفسه. كان عندنا شويه اكزيومز كده على التريانجل. مثلا لو انا معايا التريانجل ده اسمه A B C، ولو افترضنا مثلا بقول لك ده 50 وده 60 وده 70، تمام كده. فانا جاي اقول لك هنا ان انا عندي معلومه بتقول ان الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل. دي كده كام معلومه هنعدي عليهم واحده واحده. ان الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل، حلو. مين هنا الجريتست انجل فيهم؟ هتقول لي ميجر انجل ايه، قلت لك صح، ادي ميجر انجل ايه. مين يجي بعدها؟ قلت لي اللي يجي بعدها ميجر انجل بي لان هي ب 60، قلت له جميل، ادي ميجر انجل بي. بعد كده مين يجي بعدها؟ ميجر انجل سي. ده كده كل الجريتست سايد اللي موجود. فدلوقتي هنا دي 70 ودي 60 ودي 50. فانا لسه كنت بقول لك ان الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل، ان الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل. طب دلوقتي الاي مين السايد اللي قدامها؟ البي سي، يبقى البي سي مور ذان البي. مين الانجل اللي قدام البي؟ الاي، السايد اللي قدام البي الاي سي مور ذان. دلوقتي السي ادي انجل سي 50، مين السايد اللي قدامها؟ اللي هو الاي بي. دلوقتي بقى انت حضرتك بتيجي تعمل الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل، الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل. ده كده كانت اول معلومه هنبقى عارفينها. هنا انا مش ماشي بالترتيب، انا هنا زي ما قلت لحضرتك بنجمع المعلومات بتاعتنا. طب دلوقتي كنا خدنا قبل كده ان انا عندي حاجه اسمها اكستيريور انجل، خدنا حاجه قبل كده اسمها اكستيريور انجل. يعني مثلا لو جيت قلت لك دي ب 110 مثلا، قلت لك دي 70، يبقى دي كام؟ 40. او خليها مثلا 60، نعمل حاجه مختلفه. مثلا عملت لك دي بس مثلا 60، وقلت لك دي كام؟ دي 50. حلو كده، قلت لي حلو كده، يبقى انا اعرف اجيب دي. قلت لي اه دي كده تطلع 70. لو سعادتك لاحظت حاجه انا لاحظتها، لاحظت ان انا عندي الاكستيريور انجل. كنا بنقول زمان على الاكستيريور انجل اللي هي ال 110 هي السم اوف تو انتيريور انجل، هي البلس بتاع ال 50 وال 60، هي البلس بتاع ال 60 وكام؟ وال 50. لو انت لاحظت ان ميجر الانجل اللي هي بتاعت ال 110 مور ذان ال 60 وال 50. طب واللي جنبها؟ مالكش دعوه باللي جنبها، لان انت كنت بتقول ان الاكستيريور انجل هي ايكوال السم اوف تو انتيريور انجل نون ادجيسنت، دي كنت بتقولها زمان. دلوقتي انا جاي اقول نفس الكلام، ان هي البلس بتاع الاثنين دول، بس ماليش دعوه باللي جنبها، هي مور ذان الاثنين اصلا، هي مور ذان ال 60 ومور ذان ال 50. دي كده معلومه كمان. طب جاي اقول لك على معلومه كمان، الكومبلمنتري انجل. هي الكومبلمنتري انجل كانت بكام؟ رديت انت قلت لي لو انا معايا ميجر انجل ايه ايكوال مثلا 50 وميجر انجل بي وميجر انجل بي بكام؟ ميجر انجل بي، جيت قلت لي ان ميجر انجل بي ايكوال مثلا 60. فانا جبت لك انا عايز الكومبلمنتري بتاعت الاي والكومبلمنتري بتاعت البي. سعادتك ما شاء الله عليك لماح، قلت لي هنا الكومبلمنتري يعني 90، الكومبلمنتري يعني كام؟ يعني 90. طب الكومبلمنتري بتاعت ال 50 هتطلع 40. طب الكومبلمنتري بتاعت ال 60 هتطلع 30. طب انت لاحظت حاجه؟ انا لاحظت ان دلوقتي ال 60 مور ذان ال 50، الكومبلمنتري بتاع ال 60 طلع ليس ذان الكومبلمنتري بتاع ال 50. ايه ده؟ ازاي وال 60 هي الاعلى؟ ما هو ده اللي احنا جايين نقوله لك بقى. جايين نقول لك ان احنا معانا تو انجل، معانا واحده جريتست ذان واحده، يعني مثلا معايا تو انجل ال 60 مور ذان ال 50، صح كده؟ يبقى الكومبلمنتري بتاعت ال 50 مور ذان الكومبلمنتري بتاعت ال 60. يبقى انا لو معايا تو انجل واحده مور ذان واحده، يبقى الكومبلمنتري بتاعت الجريتست هي ليس ذان الكومبلمنتري بتاعت السمولست، ماشيين بالعكس، كبيره مع صغيره وصغيره مع كبيره. قلت لي تمام لحد دلوقتي كده احنا زي الفل. كل الاسئله بتاعتك بتمشي بالمعلومه دي، دي اكتر واحده هتقدر تستخدمها في الاسئله بتاعتك. طب عندي معلومه كمان كنت انت بتاخدها زمان، ان السم اوف اني تو سايد جريتر ذان السيرد. يعني انا لو معايا تريانجل عنده السايدز بتاعته اللي هي واحده اسمها اي بي، وعنده سايد تاني اسمه بي سي، وعنده سايد تالت اسمه
اي سي. فانا جاي اقول لك ان البلس اوف اني تو سايد مور ذان الثيرد، يعني البلس بتاع الاي بي والبي سي مور ذان الاي سي. ايه ده؟ ده لازم اول اتنين؟ لا، ممكن يبقى البلس بتاع البي سي والاي سي مور ذان الاي بي. المهم يبقى البلس اوف اني تو سايد مور ذان الثيرد سايد. البلس اوف اني تو سايد مور ذان الثيرد سايد. تمام؟ يعني مثلا لو قلت لك ان احنا معانا سايدز ب 3 مثلا، واحد ب 3 سنتيمتر وواحد ب 4 سنتيمتر، وجيت بقول لك انا عايز اعرف السايد الثالث. انا سبت لك مفتوح بقى، سبت لك الموضوع هنا ايه؟ مفتوح. قلت لك انا عايز اعرف السايد الثالث. لو انا جيت قلت لك ان التريانجل بتاعك ده ايسوسيلس، اختار الفور وانت مغمض. لو انا قلت لك ان التريانجل ايسوسيلس هتختار مين؟ هتختار الفور وانت مغمض. طب لو انا ما قلتش ان هو ايسوسيلس، يعني انا لو ما قلتش ان هو ايسوسيلس سبت لك الموضوع مفتوح، قلت لي خلاص البلس بتاع الفور والثري كام؟ الماينس بتاعهم 1 والبلس البلس بتاعهم 7. يبقى السايد الثالث اللي انا عايزه هو اي نمبر ما بين ال1 وال7، اي نمبر ما بين ال1 وال7 موجود ما بين البلس والماينس، موجود ما بين البلس والماينس. تمام؟ طب ربنا كرمنا الحمد لله ودخلنا على ليسون كمان. الليسون ده ليه علاقه بالبروجيكشن. ليه علاقه بايه؟ بالبروجيكشن. قلت لك دلوقتي لو انا معايا اللاين ده وحطيت لك بوينتين، اسمها ايه؟ فالبوينت دي فضلت نازل 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 نازل، نزلت عملت بوينتين، اسمها ايه داش. يبقى البروجيكشن بتاعت البوينت تنزل بوينت، البروجيكشن بتاعت البوينت تنزل بوينت. حلو. دلوقتي لو انا معايا برضو اللاين بتاعي الجميل اهو، ومعايا لاين عامل كده اسمه ايه؟ بي، زي القلم ده كده، وجيت بسيب القلم. القلم ده لما اجي اسيبه هل هيقع كده ولا هيقع كده؟ قلت لي هيقع كده طبعا، هيقع يخبط الاول صح؟ هيخبط كده بعد كده ينزل. فانا جيت هنا تخيلت قلت له بص كده، البوينت دي لما تنزل هتنزل هنا. طب والبوينت الايه دي لما تنزل برضو هتنزل هنا. فالاثنين هينزلوا عند بوينت اسمها سي، يعني البروجيكشن بتاعت اللاين ده سي. فانا قلت له هنا ان الاي بي عامل بريبنديكولار مع اللاين، يبقى ده لما يبقى بريبنديكولار مع الستريت لاين اللي انا نازل عليه يبقى البروجيكشن بتاعتي بوينت، يبقى البروجيكشن بتاعتي ايه؟ بوينت. كلام سليم جدا وكلام يحترم جدا. جيت قلت لك هنا بقى لو انا معايا لاين باراليل، معايا لاين باراليل اهو، معايا ده باراليل لللاين اللي تحت، اللاين ده اسمه ايه؟ بي. وجيت بقول لك انا عايز البروجيكشن بتاعته، انا عايز البروجيكشن بتاعته. انا ماسك لاين كده وجيت بسيبه، فهتلاقي دي نازله على اللاين كده ودي نازله على اللاين كده، لما اجي اسيبه هيقع كده صح؟ حلو. قلت لي بص الاي دي هتنزل هنا والبي دي هتنزل هنا. الاي نزلت عند الاي داش والبي نزلت عند البي داش. يبقى اللاين اللي فوق البروجيكشن بتاعته لاين زي ما هي، بس ده امتى؟ انا جيت قلت لك هنا ان الاي بي عامله باراليل مع مين؟ مع اللاين. يبقى البروجيكشن بتاعت اللاين اللي اسمه اي بي، البروجيكشن بتاعته لاين اسمه اي داش بي داش. في مشكله كده؟ قلت لي لا ربنا ما يجيب مشاكل. قلت لك طب حلو، تعالى كده نعمل حاجه كمان. جيت دلوقتي هنا عملت كده، الشكل ده كده، مشينا بدي كده سنه صغننه ومشينا بدي كمان كده سنه صغيره. هنا دلوقتي انا جاي عايز اعرف البروجيكشن بتاعت اللاين ده اللي اسمه ايه؟ بي، على الستريت لاين اللي تحت ده. قلت لي بص كده صلي على النبي، قلت لك على الصلاه والسلام. قلت لي البروجيكشن بتاعت الايه هتنزل كده، فضلت نازله نازله لحد ما نزلت هنا عملت ايه داش. البي دي فضلت نازله كده لحد ما نزلت هنا عملت بي داش. فدلوقتي ده كده البروجيكشن بتاعنا. خد بالك ان انا اي بروجيكشن بقوله لازم ينزل يعمل ايه؟ قال لازم يعمل رايت انجل، لازم يعمل رايت انجل. قلت لك الله اكبر عليك صح. هنا ولا قلت لك باراليل ولا قلت لك بربنديكولار، قلت لك اي حاجه سبتها لك كده. قلت لي خلاص يعني البروجيكشن بتاعت الاي بي هي اي داش بي داش، الاي بي هي اي داش بي داش. انا جاي اسالك بقى شويه اسئله من الاشكال اللي قدامك دي. دلوقتي تفتكر مين الجريتر، الاي بي ولا الاي داش بي داش هنا وهنا؟ حد رد عليا قال لي ما هو اللي فوق دي زي دي، الاي داش اي بي داش زيها زي الاي بي. قلت له ماشي، يعني كده اللينس بتاعهم ايكوال. حلو. قلت له طب هنا، قال لي لا انا شايف ان هنا الاي بي هي الجريتر. قلت له ايه ده؟ يعني مره بتبقى جريتر ومره بتبقى ايكوال؟ طب ده بيحصل امتى؟ فانا جاي اقول لك هنا ان لما يجي لك سؤال يقول لك المين لاين، المين لاين هو جريتر ذان اور ايكوال اللينس بتاعت البروجيكشن. يبقى اللينس اوف مين لاين او الاوريجينال لاين هو جريتر ذان اور ايكوال اللينس اوف بروجيكشن. طيب لو جه قال لك باراليل، لو جه قال لك باراليل انا عارف ان هم ايكوال. طب ما ذكرليش كلمه باراليل يبقى هي جريتر ذان، وساعات بيجي لك في التشوز ان هي عايز الجريتر ذان والايكوال اللي هو الاثنين مع بعض. قلت له طب جميل جدا، عسل خالص كده. تاني حاجه، دلوقتي لو انا عندي اللاين التريانجل ده كده، التريانجل الجميل ده كده اسمه ايه؟ بي
سي، ونزلت هنا كده بلاين عامل رايت انجل. الحمد لله الحمد لله. اعدونا بقى اعدونا. ودي كده سميتها دي. كان عندي رول جميله اسمها اكليديان، كان عندي رول جميله اسمها اكليديان. اكليديان دي جايه بتقول لي سعادتك ايه؟ الحمد لله. اكليديان دي جايه بتقول لي سعادتك بص كده، انا ممكن اجي اجيب اللينس بتاع الاي بي. قلت له ماشي، يبقى الاي بي باور 2. مين اخر حرف انت نطقته؟ البي. يبقى اخر حرف انا نطقته يخرج منه تو لاين، مره تخرج للدي ومره تخرج للسي. يبقى بي دي تايمز البي سي. يبقى اخر حرف انت بتنطقه يخرج منه تو لاين. قلت لي مش فاهم. قلت لك حلو، تعال نجيب اللينس بتاعت الاي سي. مين اخر حرف انا نطقته هنا؟ السي. السي يخرج منه كام لاين؟ تو لاين. سي دي تايمز السي بي اهو، خرج منه تو لاين. يبقى خدت بالك يخرج منه كام لاين؟ لا مش دي، ماشي. يخرج تو لاين سي دي والسي بي. قلت لي حلو. قلت لك طب دلوقتي لو انا عايز اجيب الاي دي، عايز اجيب هنا الاي دي. قلت لي الاي دي يخرج منه برضو تو لاين. مين اخر حرف انت نطقته؟ الدي. الدي يخرج منه تو لاين، واحده تروح للبي وواحده تروح للسي. يبقى دي بي تايمز الدي سي. انا جاي اقول لك هنا لما كنت قاعد مع جدي كليجن على القهوه، كان بيحكي لي كده الموضوع ده، فجاء قال لي بص يا خالد يا ابني. قلت له قول يا جدي. قال لي لما تيجي تشرح الموضوع ده عايزك تفكرهم بجدك الثاني بايثاغورس. قلت له ماله؟ ما هو اكيد فاكرينه. قال لي لا فكرهم بس معلش. قلت له ماشي. لو انا معايا الرايت انجل تريانجل ده اسمه ايه؟ بي سي، وحبيت اجيب الاي سي، فالاي سي ده هايبوتنس، فكنت بقول له الاي بي باور 2 بلس البي سي باور 2. لكن لو جيت اجيب اي سايد بعمل ماينس. يعني مثلا لو جيت اجيب البي سي، البي سي دي سايد، يبقى انا هبدا بالهايبوتنس الاي سي باور 2 ماينس الاي بي باور 2. يبقى خليك فاكر ان انت في الهايبوتنس بتعمل بلس، في السايد بتعمل ماينس. جه جدي كليجن قال لي بص هديك معلومه جامده جدا. قلت له قول يا جدي. قال لي الاي دي ليها رول كمان، ليها سبيشال رول كده من غير الباور 2. قلت له ازاي؟ قال لي لو انا مديك ال3 سايد مش مديك ال2 بارت اللي من تحت، تقدر تروح تعمل كده، تقدر تروح تعمل الاي بي تايمز الاي سي اوفر البي سي. قال لي لو انت معاك ال3 سايد تقدر تستخدمها كده، تعمل السايد ده الاي بي تايمز الاي دي اوفر البي سي كلها، عشان اجيب اللينس بتاع الاي دي، عشان اجيب اللينس بتاع الاي دي. دول كده كلهم الرولز بتاعت اكليديان، ودي فكرتك ببايثاغورس. تمام كده؟ قال لي تمام كده. قلت له حلو. بص كده يا حبيب قلبي، صلى على النبي. دلوقتي انا جاي اتكلم معاك على حاجه كمان هي سهله جدا. ده انت عندك الحته دي اخف من المنهج بتاع ثالثه كتير، لان هو مش بيعرفك غير شويه حاجات في السيركل. ادي السيركل الجميله بتاعتنا اهي، ده السنتر. الحته دي كده اسمها راديوس، سميت دي ايه مثلا؟ قلت لك ان الاي ام دي راديوس. وجيت حبيت اكملها كده قلت لك برده دي كمان راديوس وسميت دي بي. فانا جيت قلت لك ان الاي بي كله على بعضه عشان عمل باسنج ثرو السنتر، فبقى اسمه دايمتر. بقى اسمه ايه؟ دايمتر. بقى اسمه ايه؟ دايمتر. قلت لي طب كلام سليم جدا، بقى اسمه دايمتر. طب والار دي اللي هي مين؟ اللي هي الاي ام. الاي ام دي اللي هي الراديوس. طب اكيد انت لاحظت حاجه، انت ما شاء الله عليك ذكي ولماح، فانت لاحظت حاجه. انا لاحظت ان الاي بي مقسومه 2، مقسومه ار وار. يعني الدايمتر كله قد الراديوس كام مره؟ قد الراديوس مرتين. يعني انا لو بقول لك ان انت معاك الراديوس ب 5 يبقى الدايمتر 10. طب لو انت معاك الدايمتر ب 20 يبقى الراديوس 10. حلو جدا. طب لو انا معايا الراديوس ب 4 يبقى الدايمتر ب 8. الدايمتر هو الدبل بتاع الراديوس. يعني انا لو معايا دي، الدي دي عباره عن 2 ار، الدي دي عباره عن 2 ار. معلومه ليك انت، لو انا جيت عملت كده سميتها سي دي، السي دي ما عملتش باسنج ثرو السنتر صح؟ يبقى اسمها كورد. اللاين اللي مش بيعمل باسنج ثرو السنتر اسمه كورد. اللاين اللي مش بيعمل باسنج ثرو السنتر اسمه كورد. حلو. انا جاي هنا طالب منك حاجتين، جاي طالب منك حاجه اسمها اريا، وجاي طالب منك حاجه اسمها سيركمفيرنس. قلت لي جميل، الاريا دي عباره عن ايه؟ قلت له الاريا دي عباره عن باي ار باور 2. طب والسيركمفيرنس عباره عن 2 باي ار. طب مين الباي؟ الباي دي ليها 2 فاليو، الباي دي ليها 2 فاليو. مين ال2 فاليو بتوع الباي؟
ممكن يديها لك 22/7 وممكن يديها لك 3.14. هو زي ما يديها لك زي ما هتشتغل، زي ما يديها لك زي ما هتشتغل. قلت لي طب جميل، خليها على جنب كده دلوقتي. جيت هنا جنبها بقول لك انا كان عندي حاجه كمان اسمها سلندر. كان عندي حاجه كمان اسمها السلندر. السلندر دي انت خدتها في جريد 5 قبل كده، كان بيقول لك ان السلندر دي ما عندهاش ايدج، هاز نو ايدج، وما عندهاش فيرتسيز، بس كان عندها تو فيس، والتو فيس دلوقتي على شكل سيركل. طب دي شكلها عامله ازاي؟ اهي تعالى نرسمها كده سوا. اهي الفيس دلوقتي على شكل سيركل، فانا جاي اقول لك بص دي كده اسمها الهايت، وممكن تبقى من جوه، ودي السيركل بتاعتنا. لو عملها لك كده يبقى ده كده الار، لو عملها لك كده ده كده الدايمتر، فانت مضطر تجيب الهاف بتاعته عشان تعرف تجيب الراديوس. هنا عشان احل في السلندر محتاج حاجتين اساسيين مش هينفع اتخلى عنهم، محتاج الراديوس ومحتاج الهايت. عشان اعرف احل في السلندر محتاج الحاجتين دول. قلت لك طب بص انا عندي هنا عندي ثلاث حاجات، فوليوم ولاترال اريا وسيرفيس اريا، او ساعات بيقول عليها توتال اريا. لو قال لك سيرفيس اريا او توتال اريا هي. فانا جاي اقول لك ان احنا هنربط الفوليوم بالاريا، هنربط الفوليوم بالاريا، وهنربط الاريا بالسيركمفيرنس. تاني قال لي هنا الفوليوم اربطه بالاريا ازاي؟ قلت له دي الفوليوم، هي الاريا بتاعت السيركل عباره عن ايه؟ قال لي باي ار باور 2 من هنا اهي، باي ار باور 2 تايمز الاتش. عسل جدا. دخلت على اللاترال اريا فقال لي اريا، قلت له خلاص طالما قال لك اريا اربطها بالسيركمفيرنس. قال لي خلاص يبقى اللاترال اريا هربطها بالسيركمفيرنس اللي هو 2 باي ار من تحت من هنا برضه تايمز الاتش. قلت له عسل جدا. دخلنا بعد كده على السيرفيس اريا او التوتال اريا، دخلنا على السيرفيس اريا او التوتال اريا. قلت له ماشي السيرفيس اريا او التوتال اريا عباره عن ايه؟ قال لي برده ليها علاقه بالبارامتر 2 باي ار، بس هنا بقى مش هقول له اتش، هقول له اتش بلس ار، هقول له اتش بلس ار، لان السيرفيس اريا اللي هي التوتال اريا عباره عن لاترال اريا بلس الاريا اوف بيز، اللاترال اريا بلس اللاترال اريا بلس الاريا اوف بيز. فاحنا عملنا سمبلست فورمولا وطلعنا لك بالرول دي. قلت لي عسل جدا. تعالى دلوقتي نتكلم في حاجه كمان. يلا بسم الله. هنتكلم دلوقتي بقى على البريزم. البريزم ده انت برضو سمعت عنه قبل كده في جريد 6. كان مثلا ليه شكل سريع كده اللي هو كانت البيس ممكن هنا تتغير بقى، ممكن تبقى تريانجل، ممكن تبقى سكوير، ممكن تبقى ريكتانجل، ممكن تبقى اي حاجه من الحاجات دي. فانا قبل ما ابدا في البريزم جاي افكرك كده بشويه حاجات على جنب. جاي افكرك بالاريا اوف تريانجل. جاي افكرك بالاريا اوف مين؟ اوف تريانجل. دي اول حاجه. الاريا بتاعت التريانجل عباره عن هاف تايمز بيز تايمز هايت. جاي افكرك بالاريا بتاعت السكوير. الاريا بتاعت السكوير سايد تايمز سايد، او هاف تايمز دايجونال باور 2. جاي افكرك بالاريا بتاعت الريكتانجل. الاريا بتاعت الريكتانجل لينس تايمز ويدث، لينس تايمز ويدث. حلو. والبارامتر بتاع السكوير كان 4 تايمز السايد، البارامتر بتاع الريكتانجل كان لينس بلس ويدث تايمز 2. قلت لي عسل جدا. تعالى بقى نفتكر البريزم مع بعض. البريزم مثلا نرسم شكل سريع ليه. ده لو البيز بتاعته على شكل ايه؟ تريانجل. قال لي برضو عنده كام حاجه؟ قلت له عنده ثلاث حاجات. اول حاجه منهم برضو الفوليوم، وتاني حاجه اللاترال اريا، وتالت حاجه السيرفيس اريا. السؤال هنا بقى في البريزم غبي. ليه السؤال في البريزم غبي؟ لان انا ممكن اجي اقول لك انا عايز السيرفيس اريا فهخليك تعدي على اللاترال اريا. طب انا ممكن اجي اديك الفوليوم او اطلب منك الهايت مش موجود واديك الفوليوم واطلب منك السيرفيس اريا. هنا انت مضطر هتعدي على الثلاثه. فالسؤال بتاعه هنا ده لما بيجي يسال سؤال فيه فخد بالك ان انت ممكن تعدي على كل دول. قال لي يلا. قلت له هنا الفوليوم. الفوليوم ليه علاقه بمين؟ قال لي الفوليوم ليه علاقه بالاريا اوف بيز، لان احنا اتفقنا ان الفوليوم بربطه بالاريا. قال لي طب الاريا هنا الاريا بتاعت مين؟ قلت له بتاعت البيز. قال لي خلاص يبقى الاريا اوف بيز تايمز الهايت. يبقى انا هنا اقصد الاريا اوف بيز تايمز الهايت. حلو جدا. قال لي البارامتر اللاترال اريا. قلت له اللاترال اريا انا بربطها بالبارامتر. قال لي البارامتر بتاعت مين؟ قلت له البارامتر بتاعت البيز. قال لي خلاص يبقى البارامتر اوف بيز تايمز الهايت برضه. حلو جدا. اخر حاجه بقى اللي هي السيرفيس اريا او التوتال اريا. هنا بقى انا هقول له هي عباره عن اللاترال اريا بلس 2 تايمز مين بقى؟ الاريا اوف بيز. اشمعنى؟ لان مثلا لو هنا في تريانجل قصاده الناحيه الثانيه في تريانجل، هنا في سكوير الناحيه الثانيه في سكوير، يبقى هنا انا بقول له هي اللاترال اريا بلس 2 تايمز الاريا اوف بيز. يبقى دي كده الثري رولز بتوعنا بتوع البريزم. كده في حد عنده مشكله معايا؟ لا ان شاء الله ما يبقاش فيه مشاكل. كده انا فكرتك بالحته دي. تعالى دلوقتي هفكرك برول سريعه كده بتاعت حاجه اسمها سلوب. حاجه اسمها سلوب.
ايه ده يا مستر، في ليسون انت وقعته اسمه الديستانس. لا قلت لك سيب لي الديستانس كده لحظات، هرجع لها بس هاخد الاسلوب الاول. عندي رول بتاعت حاجه اسمها سلوب. الرول بتاعت الاسلوب دي، ولا اقول لك تعالى نعملها كده في ورقه لوحدها لان هنا مش هتكفينا، هنا مش هتكفي، نشيلها. تعالى دلوقتي نتكلم على الاسلوب. الاسلوب ليه رول، انا بديله اول حاجه لتر ام، هو عباره عن الواي 2 ماينس الواي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. الاسلوب ده ليه اربع حاجات. ليه كام حاجه؟ اربع حاجات. صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. قال لي اول حاجه لو هي بوزيتيف، لو هي بوزيتيف انا عايز اعرف شكل الرسمه بتاعتها بس، ولا اكتر ولا اقل. لو هي بوزيتيف كده شكل الرسمه بتاعتها. تاني حاجه لو هي نيجاتيف، لو هي نيجاتيف برضو محتاج اعرف شكل الرسمه بتاعتها. لو هي نيجاتيف برضو محتاج اعرف شكل الرسمه بتاعتها. هتلاقي شكل الرسمه بتاعتها عامله كده. كده في مشكله؟ لا. هنا بقى، هنا الكلام بدأ يكبر بقى. لو الاسلوب طالع بزيرو، اول حاجه هعرفها شكل الرسمه بتاعتها. لو الاسلوب طالع بزيرو شكل الرسمه بتاعتها عامل كده. تاني حاجه محتاج اعرفها، هو مين اللي يطلع لي الاسلوب بزيرو، النيميريتور ولا الدينومينيتور؟ سمعتك صح، قال لي النيميريتور اللي هي الواي 2 ماينس الواي 1، ساعتها دي بزيرو. بس كده لا، ممكن يجي يقول لك هنا ان اللاين عامل باراليل مع الاكس اكسس. لو قال لك ان هو عامل باراليل مع الاكس اكسس ساعتها انت تترجم ان الاسلوب طالع بزيرو، يبقى ده شكل الرسمه بتاعت الاسلوب لو هي ايكوال زيرو. واي 2 ماينس الواي 1 ايكوال زيرو. لو قال لي باراليل مع الاكس اكسس برضو بزيرو. ممكن يجي يقول لك ان هي عامله بريبنديكولار مع الواي اكسس. طب هنا يطلع حاجه كمان، يطلع حاجه اسمها انديفايند. انديفايند ده يعني هيديك ماس ايرور. طب دي شكل الرسمه بتاعتها عامله ازاي؟ شكل الرسمه بتاعتها عامله كده. رحت اسال حد بقول له هنا مين اللي يطلع لي الفراكشن بزيرو، النيميريتور ولا الدينومينيتور؟ قال لي لا الدينومينيتور، ان هي عشان لو في زيرو في الدينومينيتور يبقى ده كده ماس ايرور. قلت له حصل، يعني معنى كده ان الاكس 2 ماينس الاكس 1 ايكوال زيرو. جميل جدا. او ممكن يجي يقول لي ان هي عامله باراليل مع الواي اكسس. باراليل مع مين؟ مع الواي اكسس. يبقى هنا قدامك حاجتين، الزيرو والانديفاين، تركز عليهم كويس جدا دول. ليه بقى؟ لان لو قال لك ان هي زيرو خلاص هيقول لك حاجه من الاثنين دول، او يديك شكل الرسمه ويسالك. لو قال لك ان هي انديفاين برضه هيديك حاجه من الاثنين دول، او يديك شكل الرسمه ويسالك. اتفقنا؟ قال لي اتفقنا. هنا في سؤال بيجي يسالني فيه، بيجي يقول لك ان هو دي كولينير ولا نوت كولينير. يعني مثلا لو قلت لك الاي بي سي، بروح اجيب الاسلوب بتاعت الاي بي واجيب الاسلوب بتاعت الاي سي. لو طلعوا زي بعض يبقى كولينير. ايه ده اشمعنى الاي وبي، الاي بي والاي سي؟ قلت له يا عم ولا تزعل نفسك، تعال نجيب الاي بي، تعال نجيب البي سي. ايه ده اشمعنى برضه؟ قلت له يا عم ولا تزعل نفسك، تعال نجيب الاي سي والبي سي. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ قلت له بص لو انت لاحظت ان هنا هتلاقيني مثبت البوينت اللي اسمها ايه مع الناحيتين. طب هنا مثبت البوينت اللي اسمها بي. طب هنا مثبت البوينت اللي اسمها سي. يبقى انا اهم حاجه عندي لو قال لك انا عايز اعمل بروف ان هو كولينير، هتروح تجيب لي الرول بتاعت السلوب وتثبت بوينت وتجيبها مع الاثنين التانيين. يعني اي بي يبقى اي سي. طب لو ثبتت البي جبت اي بي يبقى لازم اجيب اي سي او بي سي، لازم اثبت حاجه من الاثنين. قلت لي طب تحفه جدا، ده كده شكل السلوب بتاعنا. قلت له جميل، تعالى نعمل كده ونشوف الديستنس. الديستنس الديستنس ليها شكل رول انا بمشي عليها في كل اللي موجود. يعني مثلا بقول لك ان انا معايا بوينت اكس 1 وواي 1، ومعايا بوينت كمان اسمها اكس 2 وواي 2، وانا عايز اجيب الديستنس. يعني عايز اجيب مثلا دي اسمها ايه ودي اسمها بي، فعايز اجيب الديستنس اللي اسمها اي بي او اللينث اوف اي بي. طب بص كده يا حماده، انا هروح اقول له دي سكوير روت. اول حاجه عملتها عملت سكوير ايه؟ روت. عملت كده بلس وعملت كده كمان. هكتب ايه جوه بقى؟ قال لي بص كده اللي انت هتكتبه جوه، هتكتب اكس 1 ماينس اكس 2 هنا، واي 1 ماينس واي 2. في ناس بتحب تبدا بالعكس، تبدا اكس 2 ماينس اكس 1 واي 2 ماينس واي 1. انا جاي اقول لك مش هتفرق. ليه مش هتفرق؟ لان الباور 2 كده اصلا هيشيل النيجاتيف اللي هيظهر.
يبقى انا هنا لو بدات x1 ماينس x2 لازم الناحيه الثانيه ابدا y1 ماينس y2، او اللي هنا لو بدات y2 ماينس y1 هنا يبقى x2 ماينس x1. جميل. دي الرول بتاعت الديستنس. دي الرول بتاعت مين؟ بتاعت الديستنس. بتاعت الديستنس فيها جزء زي اللي احنا خدناه من الاسلوب من شويه، ان هو ممكن يجي يقول لك عايز اعمل بروف ان هم كولينير. يلا بقى هنا الكلام بدا يكبر. قال انا عايز اعمل بروف ان هم كولينير. قلت له لو هتعمل بروف ان هم كولينير هيديك 3 بوينت، يعني مثلا قال لك A B C وعايز يعمل بروف ان هم كولينير. بالرول بتاعت الديستنس دي لو انا هحلها بالديستنس اروح اجيب الاي بي واجيب البي سي واجيب الاي سي، على عكس الاسلوب. الاسلوب كنت بثبت واحده واجيب اثنين، فيطلع هنا اجابه وهنا كمان هيطلع اجابه وهنا كمان هيطلع اجابه. ده في الكولينير. بروح اشوف بقى اصغر اثنين واعمل لهم بلس، بشوف اصغر اثنين واعمل لهم بلس. لما اشوف اصغر اثنين واعمل لهم بلس لو طلعت زيها زي الثالثه، طلعت ايكوال الثالثه يبقى ده كده كولينير، طلعت ايكوال الثالثه يبقى ده كده كولينير. يعني ايه كولينير؟ طب يا مستر الكولينير دول يعني 3 بوينت ان ذا سيم ستريت لاين، 3 بوينت ان ذا سيم ستريت لاين. كلام عظمه جدا. طب تعالى افكرك بحاجه كمان. اللي هو دلوقتي زمان وانت صغير خدت حاجه اسمها التايبس اوف تريانجل. التايبس اوف تريانجل دي انت خدتها عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق السايد يا اما عن طريق الانجل، يا اما عن طريق السايد يا اما عن طريق مين؟ الانجل. طب دي انا عارف ان انت فاكر جزء منها خدته في الترم الاولاني، ودي برضه انا عارف ان انت عارف انواع التريانجل عن طريق السايد، بس جاي افكرك دلوقتي هنا في اول تايب عن طريق السايد ان هم الثري سايد لو طلعوا ديفرنت، يعني جبت الاي بي والبي سي والاي سي، لو الثري سايد ديفرنت يبقى اسمه سكال. طب لو في اتنين طلعوا زي بعض، جبت الاي بي والبي سي والاي سي، صح سمعتك جدع، قال لي ايسوسيلس. قال لي ايه؟ ايسوس. قلت له طب لو الثلاثه زي بعض، قال لي لو الثلاثه زي بعض يبقى ايكولاتر. لو الثلاثه زي بعض يبقى ايه؟ يبقى ايكولاتر. حلو جدا. ده كده التايب بتاعتنا عن طريق السايد، يبقى انا بجيب الاي بي والبي سي والاي سي. قلت له عظمه خالص. دلوقتي عن طريق الانجل بقى، قال لي عن طريق الانجل برضو كل اللي انت بتعمله بتروح تجيب الاي بي والبي سي والاي سي، بتروح تجيب نفس الثلاثه برضو. بس لما بجيب نفس الثلاثه في حاجه لازم اعملها. لما انا في حاجات لازم بجيب الاي بي باور 2 وبعمل برضو بلس البي سي باور 2. هنا هكررها 3 مرات بقى، يعني بختار اصغر اثنين. انا افترضت ان الاي بي والبي سي هم اصغر اثنين، هعملها باور 2 برضو اعملهم بلس اهو. برضو انا كل ده انا افترضت ان الاي بي والبي سي هم اصغر 12 كده، خدتهم عملت باور 2 كل واحده فيهم وعملت لهم بلس. هنا بقى هنا الموضوع ده هيدور في ايه؟ ان انا لو لقيت ان البلس هو مور ذان الاي سي باور 2 يبقى ده ساعتها اسمه اكيد. يبقى ده ساعتها اسمه ايه؟ اكيد. طب لو لقيت ان الكلام ده ايكوال الاي سي باور 2 يبقى ساعتها اسمه رايت. انا فاكر ان حد لسه قال من شويه احنا خدنا الجزء ده الترم الاولاني، سمعتك اول ما انا كتبت دول، حد قالها فانا سمعته صح. طب تالت واحده لو هي البلس ليس ذان الاي سي باور 2، يعني الاي سي باور 2 هي اللي مور ذان، دي كده بقت اوبتس صح؟ لا الاوبتس صح سمعت، دي كده اوبتس. يبقى الثلاث حالات دول انت خدتهم اصلا الترم الاولاني ان هي تبقى اكيوت ورايت واوبتس، انا فاكر ان انت خدتهم. طب دي كده كان عن طريق التريانجل لما يقول لك انا عايز التايبس بتاعتها. حلو جدا. تعالى نعمل حاجه كمان وتبقى اخر حاجه في الحته بتاعت الديستنس. لو معايا كوادريلاترال، الكوادريلاترال ده هنقسمه كده جزئين، جزء هنا وجزء هنا. قال لي ماشي يلا. اول حاجه انا هشتغل على الجزء ده، هشتغل على شكلين مع بعض. هشتغل على حاجه اسمها البارالوجرام وهشتغل جنبه على الريكتانجل. هشتغل على الاثنين دول مع بعض واقسم الورقه كده، والناحيه الثانيه هنشوف هنعمل ايه. قلت له بص كده لو انا هشتغل على الريكتانجل وعلى البارالوجرام، ده كده شكل البارالوجرام كلنا عارفينه من زمان. البارالوجرام كنا عارفين ان البروبرتيز بتاعته خدناها في اولى اعدادي، ان كان بيقول لك هنا دي كان بيقول لك هنا ان اتش 2 اوبزيت سايد ار باراليل وايكوال. يعني لما اجي احل هنا هروح اجيب الديستنس بتاعت الاي بي لازم الاقيها قد الديستنس بتاعت الدي سي، واروح اجيب الديستنس بتاعت البي سي هلاقيها هي الاي دي. قال لي حلو عظمه خالص اهو خلصت هنا. قال لي طب والريكتانجل؟ قلت له الريكتانجل رحت عملت كده. الريكتانجل برضه انا عارف ان هو عنده اتش 2 اوبزيت سايد ار ايكوال، ادي اي بي سي دي.
قال لي برضه هتروح تجيب الديستانس بتاعت الاي بي، هتلاقيها هي الدي سي، وبرضه هتروح تجيب الديستانس بتاعت البي سي، هتلاقيها هي الاي دي. قلت له عظمه خالص. قال لي يا مستر نور كده، قلت له نورت اهو. قال لي طب بالله ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طب تسرح بعقولنا؟ قلت له لا، ما هو عند الريكتانجل في حته زياده انا هضيفها. قال لي هتضيف ايه؟ قول كده. قلت له عندك حاجه اسمها دايجونال، ان هو من الاي لحد السي او من البي لحد الدي. انا هجيب الاثنين دول، هجيب الاي سي لازم الاقيها زيها زي البي دي الدايجونال. دي الستيب الزياده اللي انا هزودها هنا، دي الستيب الزياده اللي انا هزودها عند مين؟ عند الريكتانجل. هزود حاجه اسمها دايجونال. ازود ايه؟ الدايجونال. قلت لي ماشي عظمه خالص. طب تعال نروح الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه هتكلم على حاجه اسمها رومبس وسكوير. هتكلم على الرومبس ومين؟ والسكوير. هتكلم على الرومبس وعلى السكوير. عسل خالص. قلت له ماشي. الرومبس كلنا عارفين من زمان ان هو عنده بروبرتي كده بتقول ان الفور سايدز ار ايكوال. ان الفور سايدز ار ايكوال يعني مثلا ادي ايه بي سي دي. فانا عارف ان هنا من الرومبس ان الفور سايد ماله ايكوال، يعني اروح اقول له الاي بي هلاقيها زيها زي البي سي، هلاقيها زيها زي الدي سي، هلاقيها زيها زي الاي دي. لازم الاقيهم كلهم ايكوال. ده كده في مين؟ في الرومبس. حد رد عليا من بعيد قال لي بقول لك يا مستر. قلت له قول. قال لي ما هو السكوير احنا عارفين ان السايدز بتاعته هو كمان ايكوال، يعني لو ادي ايه بي سي دي، ما انا عارف برضو ان السكوير عنده السايدز ايكوال، يعني الاي بي زيها زي البي سي زيها زي الاي دي، الاي بي زي البي سي وزيهم زي الدي سي. قال لي برضو هنا كلهم ايكوال. فايه الاختلاف؟ جدع يا جدع حلو. قال لي بقول لك يا مستر يبقى هنا زود لي دايجونال برضو عشان يبقوا في اختلاف ما بينهم. جدع جدع حموكش سمعتك. نبيه الواد ده. قال لي هنا زود لي الدايجونالز برضو يا مستر. هو السكوير احسن من الريكتانجل ولا الريكتانجل احسن من السكوير؟ قلت له لا. قال لي خلاص زود لنا دايجونالز اهو. نروح نزود الدايجونال الجميله بتاعتنا. قال لي يبقى هنا كمان هجيب الاي سي هلاقيها زيها زي البي دي. شكرا. يبقى مين الشكلين اللي انا بزود عندهم دايجونال؟ الريكتانجل والسكوير. دول الاثنين انا بزود عليهم الدايجونالز، غير كده بشتغل الشغل بتاعنا العادي جدا. تمام حلو. يبقى ده كده الجزء بتاع الكوادريلاترال. هنا برضو الديستانس، رول الديستانس اهي، دي رول الديستانس وبنطلع منها الحاجات دي كلها. اهي دي. بعد كده دخلنا على الرول بتاعت الاسلوب وعرفناك شويه الكلام ده. بعد كده دخلنا هنا على السلندر اللي هي الرولز بتاعت السيركل والسلندر، وادي البريزم برضو عرفنا الرولز بتاعتهم. وعرفنا هنا ان الاريا بتاعت التريانجل هاف تايمز بيس تايمز هايت اللي هي الحاجات اللي كنا واخدينها زمان. لا مش عايزين دي ماشي. وبعدين اتكلمنا على الاكليديان واتكلمنا على بايثاغورس فكرتكم بيه، واتكلمنا على البروجيكشن وعرفنا ان المين لاين هو ليس ذان او جريتر ذان اور ايكوال لينس اوف بروجيكشن. اللينس بتاعت المين لاين هي جريتر ذان اور ايكوال لينس اوف بروجيكشن. حلو جدا. وهنا عرفناك شويه حاجات كده بيجي يسالك عليهم. طب ايه دورنا دلوقتي؟ دورنا دلوقتي ان احنا عايزين نروح نحل. اللي ماشي يلا بينا. بسم الله. يلا بينا يا حبايبي. بسم الله. دلوقتي هنا المفترض ان هو جاي بيتكلم معاك بيقول لك ايه؟ وات از ذا ديستانس بتوين ذا تو بوينتس، واداني التو بوينتس دول. حد رد عليا قال لي بص يا مستر احنا لسه واخدين الرول بتاعت الديستانس، كانت بتقول ان انت بتروح تعمل روت، تعمل براكت كده باور 2 بلس براكت تاني باور 2. قلت له صح. قال لي يبقى 3 ماينس نيجاتيف 1 يعني 3 بلس 1. بعد كده A ماينس A. قال لي دي كده هتطير خلاص. A ماينس A كده شكرا بالسلامه طارت. فمش فاضل لي غير ال 3 بلس ال 1 باور 2. 3 بلس 1 4. 4 باور 2 يعني 16. يبقى روت ال 16 او انت تقدر تعملها على الكالكوليتور على طول هتلاقيها 4 يونتس. هتلاقيها 4 يونتس. حلو جدا. اللي بعده. دلوقتي هنا بيقول لك ان الشكل اللي قدامك ده انا عايز اللينس اوف الدي اي. انا عايز اللينس اوف ايه؟ اوف الدي اي. قلت له ماشي. دلوقتي انا مديك هنا البوينت اللي اسمها بي والبوينت اللي اسمها سي، فانا هروح اجيب الديستنس ما بينهم بس كده. اول حاجه رحت عملت اهو ادي الروت براكت باور 2 بلس براكت باور 2 بقت 2
ماينس 8 باور 2. بعد كده نيجاتيف 1 ماينس 7 باور 2. فسعادتك مشكورة رحت تحسب دي كده كلها على بعضها، دي كده دي 6 باور 2 ماشي. هتحسب دي كلها تلاقيها طالعه ايه؟ تلاقيها طالعه 10. طلعت كام؟ 10. يعني اللينس اللي تحت اللي هو بتاع البي سي ب 10. فانا جاي افكرك من حاجه كنت بتاخدها انت الفيرست تيرم، كنت بتقول لو هنا في ميد بوينت وهنا في ميد بوينت وده بارل لده، يبقى اللاين اللي اسمه دي اي هاف اللاين اللي اسمه بي سي. طب البي سي 10 يبقى الدي اي تلف 5 صح عشان هو الهاف بتاعته. جدع. السؤال اللي بعده بيقول لي وات از ذا لينث اوف ذا راديوس اوف ذا سيركل والسنتر، مديني السنتر بتاعها. بيقول لك باسنج ثرو ذا بوينت 2 ونيجاتيف 1، يبقى دي برضه رول ديستانس. قال لي ماشي، روح حط لي كده دي الرول بتاعت الديستانس الجميله. قال لي هتعمل كده باور 2 بلس براكت كمان باور 2. ابدا من هناك نيجاتيف 2 ماينس 2 باور 2. بعد كده 3 ماينس نيجاتيف 1 يعني 3 بلس 1. فتروح ترمي دي على الكالكوليتور كده هتلاقيها 4 روت 2. هتلاقيها 4 روت 2. هل كده في مشكله؟ لا. انزل على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك هنا in the given figure what is the slope of the straight line. قلت له بص انا هفكر بالمنطق ده. هو اللاين ده كان شكل السلوب بتاعته بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قال لي الشكل ده لا كان شكل بوزيتيف. قلت له جدع، يبقى انا اول حاجه هعملها هستبعد الاثنين دول. استبعدنا المنظر ده كده. حد عنده مشكله؟ قال لي لا. قلت له تاني حاجه البوينت دي عباره عن 0 و 2. البوينت دي عباره عن 0 و 2 والبوينت دي عباره عن نيجاتيف 2 0. قلت له بص طالما كده اللاين معدي كده يبقى انا مش هشغل دماغي. انا عارف ان الاسلوب كان بيقول واي اوفر اكس، كان بيقول واي اوفر اكس صح كده. قلت له جميل ماشي تعالى نعمل الواي اوفر الاكس. قال لي واي 2 اوفر واي 1 اللي هي 2 ماينس 0 اللي هي دي 2 ماينس 0 اوفر 0 ماينس نيجاتيف 2 يعني 0 بلس 2. يعني المفترض ان الاجابه بتاعتنا هنا تطلع بكام؟ تطلع ب 1. بس المفترض ان اللي تشوز هنا كان فيه 1 فهي ما طلعتش ب 1 عشان هي معديه من عند ال 2 هنا معديه من عند ال 2. يا اما هنا اللاين ده ممكن يجي من عند ال 3 وانا اللي عملته ده تحت شويه يبقى 2 اوفر 3. يعني المفترض ان اللاين ده يجي هنا كده سنه صغننه يعدي من عند ال 3 يبقى الاقي السلوب 2 اوفر 3. ماشي عشان كده ما اخترناش حاجه هنا، بس خليك فاكر ان احنا بنعمل الواي اوفر الاكس. هي الرسمه بس اللي فلتت مننا. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا if ال AB is the diameter. حلو، قال ال AB ده diameter. وبيقول لك هنا ان diameter في سيركل A و B دي البوينت بتاعتنا. what is the surface area. قلت له هو عايز السيرفيس اريا ومش مديني كمان. هنا بقى احنا لعبنا على دماغ حضرتك شويه. ان السيركل انت بتحتاج الراديوس صح كده. في نفس الوقت قلت لك ان الاي بي ده دايمتر. احنا ربطنا لك ما بين الليسون بتاع السيركل والليسون بتاع الديستانس في نفس الوقت. يبقى انت اول حاجه مضطر تعملها تروح تجيب الديستانس بتاعت الاي بي اللي هي 3 بلس 3 عشان اقول 3 ماينس نيجاتيف 3 يعني 3 بلس 3 باور 2 بلس نيجاتيف 4 بلس 2 باور 2. دي اول حاجه انت هتعملها. دي اول حاجه سعادتك هتعملها وتروح تحسب لنا الديستانس بتاعت الحته دي. كده هنا 6 بقت 36 هنا بقت 40 يعني بقت 2 روت 10 او 8 تايمز 5 ماشي 4 روت 10. حلو طلعت 4 روت 10. طلعت 4 روت 10. ده مين ده؟ ده الدايمتر. مين ده؟ ده الدايمتر. فانا هجيب الهاف بتاعت الدايمتر. الهاف بتاعت الدايمتر هتطلع 2 روت 10. طلعت 2 روت 10. هو عايز بقى الاريا. هو عايز الاريا. قلت له حلو انا عارف ان الاريا بتقول باي ار باور 2 باي ار باور 2. ادي الباي بتاعتي الجميله زي ما مش جنبها. الار انا لسه جايبها ده كده الدايمتر ب 4 روت 10 يبقى الار ب 2 روت 10 عشان هجيب الهاف بتاعتها باور 2. فسعادتك مشكور انا هترمي دي على الكالكوليتور هتلاقيها طالعه 40 روت 10 صح كده؟ مش هي طالعه 40 روت 10؟ فبيقول لي ان ده دايمتر اي بي از دايمتر. جبنا الديستانس بتاعتها وبرضه تعالى نحسبها تاني عشان ايه ما نبقاش عملناها غلط او حاجه. 3 بلس 3 باور 2 بلس نيجاتيف 4 بلس 2 باور 2. 2 روت 10 مش 4 سوري ماشي 2 روت 10 طلعت 2 روت 10. حلو يعني دي كده بقت روت 10 بس. دي كده هتطلع روت 10.
هنا بقت روت ال 10. فلما تيجي تحسب دي الجميله هتلاقيها باي تايمز ال 10 اللي هي 10 باي، وشكرا على كده. الرول بتاعت الاسلوب بيقول لي هنا انا عايز الاسلوب بتاعت الستريت لاين اللي بتعمل باتنج ثرو التو بوينتس دول. قلت لك حلو، هو عايز مين؟ الكي. بس جه هنا قال لك ايه؟ قال لك ان الاسلوب ماله؟ undefined. الاسلوب undefined. قلت لي بص تعالى بس نحط الرول بتاعتنا. كنا بنقول y2 minus ال y1 يعني نيجاتيف 4 minus ال 1 اوفر x2 minus ال x1 يعني k minus ال 3. وهنا جه قال لك ان الاسلوب undefined يعني الاسلوب طالع ماس ايرور. فمين اللي يطلعوا لي بماس ايرور؟ النيميريتور ولا الدينومينيتور؟ قلت لي لا اللي تحت طبعا. قلت له خلاص يعني k minus ال 3 ايكوال 0 يعني k ب 3. شكرا. الكي هنا تطلع ب 3. اللي بعدها بص يا وحش، اول ما يجي يقول لك هنا انا عايز الديستانس ما بين البوينت والاوريجن بوينت، على طول وانت مغمض مش محتاج تروح تعمل الرول بتاعت الديستانس كلها. هتعمل ال 3 باور 2 بلس ال 4 باور 2. ده امتى؟ لما يقول لك انا عايز الديستانس ما بين اي بوينت والاوريجن، على طول هاخد البوينت 3 باور 2 بلس 4 باور 2. هتحسب دي هتلاقيها طالعه 5. ليه؟ طب جميل جدا. الشكل اللي قدامنا ده، الشكل اللي قدامنا ده شكل سلندر. قلت له ماشي، وهو مديني الباي ب 22 اوفر 7 في السؤال. فجه اول حاجه قال لي انا عايز الفوليوم. قلت له ماشي انت عايز الفوليوم. الفوليوم دي احنا ربطناها بالاريا اللي هي كانت باي ار باور 2 تايمز الاتش. قال لي الباي بكام؟ قلت له ب 22 اوفر 7. الار باور 2، الار باور 2 مديهاني هنا الار ب 7، فلما اعمل لها باور 2 بقت 49 تايمز الاتش بتاعت السؤال كله اللي هي 5. فسعادتك مشكورا تروح تحسب لنا المنظر ده كده. نروح نحسبها كده مع سعادتك بسرعه. 22 اوفر 7 تايمز 49 تايمز 5 طلعت 770 سنتيمتر كيوب، لان انا بجيب فوليوم. قلت له ماشي. هنا نكمل بقيه الاسئله على نفس الحته. جه قال لك هنا انا عايز اللاترال اريا، انا عايز اللاترال اريا. قلت له ماشي، اللاترال اريا كنت بربطها ببارامتر يبقى 2 باي ار تايمز الاتش. ماشي نروح نحسبها. ادي 2 تايمز الباي ب 22 اوفر 7 تايمز الار انا عارف ان هي ب 7 تايمز 7 تايمز الاتش اللي هي ب 5. فتروح تحسبها هتلاقيها 22 سنتيمتر سكوير. 220 سنتيمتر سكوير. اخر حاجه قال لي انا عايز التوتال اريا. قلت له ماشي، التوتال اريا عباره عن 2 باي ار اتش بلس ار. قلت لي ماشي دي كده الرول، يلا نحسبها. ادي 2 تايمز الباي 22 اوفر 7 الار ب 7 براكت 5 بلس 7 هتطلع 528 سنتيمتر سكوير. واخد بالك احنا بنعمل ايه؟ بحط الرول وبعمل سبستيتيوت، هو بيديني الحاجه بتاعتي جاهزه. يبقى كل اللي انت سعادتك بتعمله حط الرول وكمل عليها، حط الرول وكمل عليها. ننزل على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك هنا رايت سيركولار سيلندر هاز ا فوليوم. هو هنا مديك الفوليوم. حلو، امشي واحده واحده. اند هايت 20. رحت ادور على الراديوس مش موجود. يبقى انا مضطر هنا ان انا لازم، قلت لك عشان تشتغل في السلندر انت محتاج حاجتين ار واتش. انا معايا الاتش مش معايا الار. قال لي طب ما بص، ما هي الفوليوم كانت عباره عن باي ار باور 2 اتش. قلت له صح. قال لي الفوليوم انا مديها لك ب 320 باي. قلت له حصل اهو ايكوال. قال لي هنا سيب الباي زي ما هي. الار انت ما تعرفهاش. والهايت بكام؟ ب 20. قلت له صح. قال لي بص كده الباي في الباي باي. شكرا، الباي تشيل الباي. قال لي هنا ودي ال 20 الناحيه الثانيه بالديفايد. قلت له ماشي. لما ودي ال 20 الناحيه الثانيه بالديفايد قال لي يبقى الار باور 2 تطلع 16. هعمل 320 ديفايدد ال 20 طلعت كام؟ 16. قلت له عسل جدا. قال لي يبقى الار باور 2 ب 16 يبقى الار بوزيتيف اور نيجاتيف 4. قلت لك لا، هتقف هنا لحظه بقى. احنا كنا متعودين ان لما انا بحط الروب تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، بس هنا مفيش نيجاتيف هيطلع لان انا هنا ما عنديش لينس بالنيجاتيف، فيبقى الار طالعه 4. هيظهر واحد مغفل او واحده مغفله، بني ادم براس معزه اول ما طلع الفور جري اختار الفور هوب لقى نفسه ناقص درجه السؤال ده. ويفضل ليه؟ ما انا جبت الار ب 4. طب قلت لك بص هو عايز ايه اصلا؟ اقرا السؤال كويس يا حموكش. قال لي انا عايز الدايمتر. قلت له طالما عايز الدايمتر يبقى ايه؟ يبقى خد بالك مش اول ما تجيب الاجابه تجري تختارها، لان هنا بيلعب على حته انت اول ما طلعت الار فجريت اخترتها فجاه لقيت الاجابه بتاعتك غلط. ليه بقى؟ لان انا عايز الدايمتر مش عايز الراديوس. ماشي؟ انا جبت الراديوس انا عايز الدايمتر بتاعته فعملت لها تايمز 2. دخلنا على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك وات از ذا فوليوم اوف ذا رايت تريانجلر بريزم. قلت له اه ماشي يلا بينا.
الفوليوم بتاعته كنا رابطينها بالاريا اللي هي اريا بيز تايمز الهايت. قال لي ماشي. قلت له والبيز دي على شكل ايه؟ قال لي البيز بتاعتي على شكل تريانجل. قلت له طب والاريا بتاعت التريانجل؟ يعني هاف تايمز بيز تايمز هايت. قلت له ماشي، يعني ادي الهاف تايمز البيز اللي هي ب 6 تايمز الهايت اللي هي 8، كل ده معمول تايمز الهايت بتاع الشيب نفسه اللي هو كام؟ 10. فسعادتك مشكورة هتروح تحسب لنا دي كده 48 يبقى دي كده 24 يبقى 240 سنتيمتر كيوب. 240 سنتيمتر كيوب. حلو. بس جاي اقول لك على خدعه صغيره ممكن يلعبها معاك. دلوقتي هو مديني التريانجل بالمنظر ده، التريانجل اللي هو اللي تحت، فبيقول لي دي ب 6 ودي ب 8. افرض لعب معاك وما ادكش الايد دي، جه عمل كده واداك دي ب 10 واداك دي ب 6 زي ما هو. اوعى سعادتك تبقى مغفل وتروح تجري تعمل هاف تايمز 6 تايمز 8، اوعى تعمل كده. هنا اداك الهايت مش موجود بتاع التريانجل اصلا، فانا مضطر عشان اروح احل السؤال ده اول حاجه اعملها هجيب السايد ده، هجيبه عن طريق بايثاغورس اللي هو ال 10 باور 2 بلس ماينس ال 6 باور 2، فهطلع ال 8. ليه بقى؟ لان انت سعادتك خدت السنه اللي فاتت وخدت في جريد 6 ان البيز والهايت لازم يبقى في ما بينهم رايت انجل، لازم يبقى في ما بين البيز والهايت رايت انجل، فانا لو مديك ال 6 وال 10 مفيش ما بينهم رايت انجل، فعشان كده هنا ممكن يلعب على تركيز حضرتك بقى. اللي بعده دخلنا على الرول بتاع الجدي اكليديان، جه بيقول لك هنا انا عايز الفاليو بتاعت الاكس، الاكس دي اللي هي اللاين ده كله، قلت له ماشي. طب جدي اكليديان كان قال لي انت ما تستخدمش الرول بتاعتي غير لما تلاقي تو رايت انجل، قلت له ما انا لقيت اهو، ادي واحده وادي الثانيه. تعال نقول بقى، هقول له هنا ال 6 باور 2 اللي هي 36 ايكوال الاي سي اللي هي الحته دي كده ب 3 تايمز اللاين كله اللي هو اكس. تعرف تجيب الاكس؟ قال لي طبعا اعرف اجيب الاكس، ان انا هعمل ال 36 ديفايدد ال 3، 36 ديفايدد ال 3 هتلاقيها طالعه 12 اهي، ادي ال 12 الجميله بتاعتنا. خلص السؤال اهو، لسه حالين واحد زيه بس فوق كان مديك 2 بوينت. هنا بيقول لك وات از ذا لينث اوف ذا بروجيكشن اوف الاي دي اون الاي سي، الاي دي اون الاي سي. قلت له ماشي بسم الله. دلوقتي هنا احنا ماشيين واحده واحده، جيت ماشي كده، هو هنا دي عملت بايسكت ودي عملت بايسكت، فقلت له هنا الاي دي اون الاي سي، يبقى اول حاجه انا هنزل بدي كده وهنزل بدي كمان كده، صح؟ فبقت الحته دي اللي انا عايزها، هي دي الحته اللي انا عايزها. قلت لك بص انا لما نزلت هنا لقيت نفسي قافل ريكتانجل، لقيت نفسي قافل ايه؟ ريكتانجل، فانا لو قافل ريكتانجل تحت، لما جيت قفلت ريكتانجل عشان عارف ان اتش 2 اوبزيت سايد ار ايكوال، فالحته دي ب 4 يبقى الحته اللي قصادها ب 4 عشان كمان عاملين بارل، صح ولا انا غلطان؟ لكن اللاين بتاع الاي سي كله ب 8، اللاين كله ب 8، لكن الحته اللي تحت لا دي كده هتبقى 4 عشان اتش 2 اوبزيت سايد ار ايكوال. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا سيركل ويز راديوس لينث از 5 وات از ذا diameter. ايه ده سهله جدا دي، مديك هنا الراديوس ب 5 يبقى الدايمتر 10، مش محتاجه اعمل لها تايمز 2 على طول. بيقول لك هنا وات از ذا سيركمفيرنس اوف ذا سيركل ويز diameter لينث 16، انا ما بتحكمش بالدايمتر انا بتحكم بالراديوس، قلت له يبقى الراديوس بتاعتي ب 8. كده جبنا الراديوس، جه لك انا عايز السيركمفيرنس، ما انا عارف ان هي عباره عن 2 باي ار، يعني 2 تايمز 8 ب 16 وحط جنبها الباي يبقى 16 سنتيمتر. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ان الدايمتر بكام؟ ب 12، قلت له حلو طالما الدايمتر ب 12 يبقى الراديوس ب 6، برضه انا بتحكم بالدايمتر صح؟ لا غلط يا مستر، ما بتحكمش بالدايمتر انا بتحكم بالراديوس، فجبت الراديوس بقت 6 لان هو مديني الدايمتر بكام؟ ب 12. فجه هنا قال لي انا عايز مين؟ قال لي انا عايز الاريا، وانا عارف ان الاريا بتاعت السيركل باي ار باور 2، يعني 6 باور 2 ب 36 وحط جنبها الباي تبقى 36 باي سنتيمتر سكوير. السؤال اللي بعده بيقول لك وات از ذا لينث اوف ذا راديوس اوف ذا سيركل، ماشي وعايز اللينث بتاعت السيركل صح، الراديوس بتاع السيركل، وقال لك كده ان السيركمفرنس 22 باي، لا مديني السيركمفرنس ماشي ادي 2 باي ار، دي كده الرول بتاعت السيركمفرنس ايكوال 22 باي. قلت له بص كده الباي في الباي باي، يبقى انا عايز الار، يبقى هودي ال 2 بالديفايدد يبقى 22 ديفايدد 2، قال لي يبقى تطلع 11، بس هنا مديك 11 باي وهنا مديك 11 بس، تبقاش انت بدأنا براس معزه واختار ال 11 بس. ليه بقى؟ لان الباي اصلا خلاص راحت، لان الباي دي شالت الباي دي، الباي بقت في الباي باي،
فخلاص بالسلامه راحت. اللي بعده بيقول لي هنا وات از ذا لينث اوف diameter. خلاص هنا عايز الدايمتر ومديني الاريا. قلت له ما انا عارف ان الاريا عباره عن باي ار باور 2 ايكوال، هو مديهاني ب 144 باي. برضو ايون سمعتك صح، اللي قال لي الباي في الباي باي اهو بالسلامه كده الباي طارت. يبقى الار باور 2 ايكوال 144. تعرف تجيب الار اللي هو بالروت، روت ال 144 تطلع 12. حلو، يبقى كده اروح اختار 12 اهو صح كده؟ غلط يا حموكش. ليه بقى؟ لان هنا هو قال لك انا عايز الدايمتر برضه انت مغفل وما خدتش بالك عشان ما بتقراش كويس. الا من رحم ربي، في ناس خدت بالها ان الراديوس ب 12 يبقى الدايمتر نفسه ب 24. لان هو هنا قال لي انا عايز مين؟ انا عايز الدايمتر. حلو جدا. اللي بعده بيقول لك اي بي سي از ا رايت انجل تريانجل، وبيقول لك ات البي، هو رايت ات بي، فبيقول لك هنا البي دي عامل بريبنديكولار على الاي سي. قلت له بص انا عايز ارسمها عشان اشوف. انا رحت رسمتها كده، ادي الايه، هو قال لك ان هو عامل رايت في البي وادي السي، هو عامل رايت انجل ايه. فبيقول لي ان البي دي عامل بريبنديكولار على الاي سي، يعني في كده اهو، في دي هنا في بريبنديكولار كده. بيقول لي انا عايز البروجيكشن بتاعت البي دي اون الاي سي، الاي سي اهي. طب قلت له بص الدي كده كده موجوده على اللاين اصلا، طب ودي لما تنزل نزلت برضو على نفس الحته، يبقى البروجيكشن بتاعتها هي البوينت دي. يعني بص كده انا معايا اللاين بتاعه اللي اسمه اي سي، وادي هنا اللي هو البي دي، فالبي دي عامله كده، فالدي كده موجوده على اللاين. طب البي تنزل فين على نفس اللاين ده؟ نزلت على نفس البوينت اللي احنا واقفين عليها اللي هي الدي اهو. كنت لسه بقول لك عليها وانا بقرا السؤال، قال لي ذا لينث اوف ذا بروجيكشن، قال لك ايه؟ باراليل. قال لك ايه؟ باراليل. طالما باراليل قال لي خلاص يبقى هي ايكوال. يبقى المين لاين اهو، قال لك ذا لينث اوف ذا بروجيكشن اوف ا لاين سيجمنت اون ا باراليل ستريت لاين تو ات ذا لينث اوف ذا اوريجينال لاين سيجمنت. هيقول لك اوريجينال لاين او المين لاين، في الحالتين هيبقوا ايكوال. ليه بقى؟ لان هو قال لي باراليل لاين، واحد كده وواحد كده، زي اللي احنا كنا لسه عاملينها فوق اللي هي بتاعت الفور، ان هو لما كانوا باراليل فلما نزلت بالبروجيكشن بتاعتي بقت ايه؟ بقت فور زيها. هنا بيقول لي وات از ذا لينث اوف ذا بروجيكشن اوف البي سي اون البي دي، بي سي اون البي دي. في حد هنا لاحظ ان البي متكرره، قلت له حلو البي متكرره، فانا همسك البي كده واقوم جاي عامل كده اهو، البي متكرره فانا عملت كده. دلوقتي خلاص البي متكرره فعملناها، فاضل بقى ان انا اشوف السي تنزل فين على البي دي. انا مسكت السي، انا هنزل بالسي، هروح انزل بيها كده على البي دي، البي دي اهو، وانا نازل بيها كده لقيت نفسي جيت هنا. يبقى مين الحته اللي انا عايزها؟ انا عايز الحته بتاعت البي دي. انا عايز الحته بتاعت مين؟ بتاعت البي دي. قلت له حلو، بما انك عايز الحته بتاعت البي دي، دي هتجيبها عن طريق حاجتين. اول حاجه انا هبص على الشكل الكبير كله اللي هو الاي بي سي، فلما ابص على الاي بي سي هلاحظ ان انا هقدر اجيب اللينس بتاعت الاي سي من بايثاغورس اللي هو ال 8 باور 2 بلس ال 6 باور 2، طلع ب 200 سنتيمتر. مين اللي 200 دي؟ اللي 200 دي اللي هي الاي دي كلها، الاي دي الاي سي كلها بكام؟ 200 سنتيمتر. قلت له عظمه خالص. انا مش عايز الاي سي، انا عايز البي دي، لانه بيقول لك البي سي فين؟ البي سي لا ثانيه واحده، قال لي هنا البي متكرره، فانا همسك السي وهنزلها على البي دي. نزلت هنا على الدي، وبقى ده اللي انا عايزه البي دي. كان في رول اللي هو جدي اكليديان قال لي الرول السبيشال بتاعتك لو معاك الثري سايد تقدر تجيب اللينس بتاعت البي دي عن طريق ان انت هتقول 10 ابتدى 8 تايمز ال 6 اوفر ال 10، فلما تروح تحسب الشكل الجميل ده على الكالكوليتور هتلاقيه 4.8. تاني دلوقتي انا معايا السايد ده وده وده، لو رجعنا للرولز بتاعتنا هتلاقيني كنت قايل لك انت تقدر تعمل 6 تايمز 8 ديفايدد ال 10 ده تايمز ده اوفر ده. فاحنا لما طبقنا الرول دي بتاعتنا بس كان لازم اجيب ال 10 عشان اعرف احل، والتنج بتاعه عن طريق التريانجل الكامل اللي اسمه اي بي سي اللي هي عن طريق بايثاغورس، واستخدمت الرول بتاعتي وطلعت ال 4.8. هنا بيقول لك وات از ذا فاليو اوف اكس، عايز الفاليو بتاعت الاكس، يعني هو عايز الحته الصغيره دي. قلت له ماشي. طب صلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. قال لي اول حاجه انا اقدر اجيبها، انا اقدر اجيب اللاين الكبير كله عن طريق بايثاغورس. قلت له حصل. قال لي يبقى تعالى كده جيب لي اللاين الكبير الاول. انا اول حاجه لمحتها على طول، يبقى 20 باور 2 بلس
ال 15 برضه. حد رد على قال لي وانت ليه بتعمل بلس؟ انت عرفت منين ان هو هايبوتنس؟ دي هتطلع 25. قال لي عرفت ان هو هيطلع هايبوتنس. قلت له لان في التريانجل الكبير اعتبر نفسك مش شايف اللاين اللي في النص ده، فهتلاقي ان هو اوبزيت للرايت انجل، هو قدام الرايت انجل على طول، فيبقى اللاين ده كله كده ب 25، الحته دي كده كلها. قلت له بص بقى، انا عايز الحته بتاعت الاكس، فالحته بتاعت الاكس اقدر ابداها من هنا صح؟ قلت له بص كده، يعني لو جيت قلت 20 باور 2 تديني ال 400 ايكوال، انا قلت 20 باور 2 يعني وقفت هنا صح؟ دي يخرج منها كام لاين؟ 2 لاين، واحد هيجي كده والتاني هيجي ايه؟ كده، اللي هي هتبقى اكس تايمز ال 25 كلها. فين انا عايز اجيب الاكس؟ قال لي خلاص طالما عايز تجيب الاكس يبقى ال 400 ديفايدد ال 25. وسعادتك مشكورا تروح تحسب لنا دي كده سريعا على الكالكوليتور بتاعتك. ال 400 ديفايدد ال 25 طلعت 16 اهي. شكرا. خدت بالك انا عملت ايه؟ يبقى اول حاجه انا عملتها جبت السايد الكامل الاول اللي هو بتاع اللي في التريانجل ده اللي هو بايثاغورس، بعد كده بدات لقيته هو عايز الاكس، يعني عايز الحته اللي من الناحيه دي، فعشان كده استخدمت ال 20. طب لو كانت الاكس الناحيه الثانيه كنت هبدا بال 15. يلا في سؤال كمان اهو، بيقول لك هنا in the opposite figure. بيقول لك هنا in the opposite figure مديني مين؟ مديك الشكل اللي قدامك ده، بيقول لك هنا عايز يعرف مين هنا الكوريكت، وات از ذا كوريكت ascending order. ascending order يعني from smallest to greatest. حلو جدا. طب قلت له بص، اي سؤال هخش هلاقي جواه تو انجل، انا هجيب الثالثه وانا مغمض. اي سؤال هخش هلاقي جواه تو انجل، هجيب الثالثه وانا مغمض. رحنا حسبنا ده كده طلعت 101، يعني دي كده ب 70، دي كده ب 79. حلو كده. قال لي حلو كده. دلوقتي هو عايز يرتب السايد، بس قال لك ascending from smallest to greatest. طب انا اول حاجه هبص على، انا ما اعرفش السايد بس اللي انا اعرفه الانجلز. فاكر لما قلت لك ان السمولست انجل اوبزيت للسمولست سايد والجريتست انجل اوبزيت للجريتست سايد؟ هنا اصغر انجل موجوده فيهم اللي هي الايه؟ مين السايد اللي قدامها؟ البي سي. طب مين يجي بعد ال 41؟ هيجي ال 60. ال 60 مين السايد اللي قدامها؟ الاي سي. انا بعملها مع نفسي بره كده كده، اروح ادور على اللي تشوز بقى. اكبر حاجه فيهم كانت ال 79 اللي هي اللي قدام الاي بي. قلت له تعالى ندور على اللي تشوز ده، بي سي بعد كده اي سي بعد كده اي بي. اول واحده اهي خلصت. صعبه؟ قال لي لا. قلت له طب تعالى نعمل واحده كمان. يلا. قال لك هنا وات از ذا كوريكت ascending order of the measure of the angle. برضه قال لي ascending from smallest to greatest، بس هنا المره دي جابها لي عن طريق الانجل ومديني السايد. قلت له حلو، طالما انت مديني السايد وعايز الانجل هروح ابص هنا مين اصغر، او عايز ascend يعني from smallest to greatest، مين هنا السمولست سايد فيهم؟ اصغر سايد فيهم اللي هو الاي سي. مين الانجل اللي قدامه؟ البي. قال لي يبقى ميجر انجل بي اهي. هي قال لك ascending يبقى ازاي؟ مين يجي بعد ال 13؟ قال لي ال 17. مين اللي قدامها؟ الايه. ادي ميجر انجل ايه للزان. اكبر واحده فيهم اللي هي ال 20. مين اللي قدامها؟ السي. ادي ميجر انجل سي. عايزين ندور على دي بي اي سي. بي اي سي برضه اول واحده. يا سلام على الصدفه اهي. خلص الموضوع. اللي بعده بيقول لك هنا what is the set of values of x verify ان measure angle A more than less than measure angle B. قلت له طب بص، احنا لسه قايلين من شويه ان البلس اوف اني تو سايد لازم يبقى جريتر ذان السيرد، وجيت قلت لك هنا لو انا مديك تو سايد وقلت لك ايسوسيلس هتختار الجريتست، لكن هنا ما قالش كده. هنا بيقول لك انا عايز الاكس اللي تخلي الاي ليس ذان البي. قلت له ماشي، عايز تخلي الاي ليس ذان البي يعني ميجر انجل اكس هي لازم تبقى مور ذان ال 3. هو عايز يخلي الايه ليس ذان البي، الانجل دي ليس ذان دي صح؟ يبقى عايز حاجه اقل من ال 3. قلت له طب بص، احنا هنعمل الماينس، الماينس ما بينهم 2، وهتعمل البلس، البلس هتلاقيه 8 صح كده؟ حلو. يبقى انا عايز الاكس بتاعتي هي ما بين ال 2 وال 8، هي ما بين ال 2 وال 8، يعني ممكن تعدي على ال 3، ولو عدت على ال 3 الاثنين اللي تحت بقوا ايكوال. فكده بقى في مشكله. ليه؟ لان قال لك انا عايز ميجر انجل ايه ليس ذان ميجر انجل بي. انا عايز الايه اقل من بي، انا عايز الايه اقل من بي. يبقى انا عايز السايد اللي هو الاكس ده ما يوصلش لحد الحته دي. خلاص، ما هي البي هي الاعلى صح؟ ما هي الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل. بس دي هنعملها ازاي بقى؟ ما هو قال لك من الزيرو ل 8 مش هينفع صح؟ يبقى ما قداميش حل غير ان انا اختار اللي هي اول واحده صح؟
بس هنا قال لك ليس ذان فمش هينفع اختار الثري. هو في واحده كمان ولا خلاص كده؟ اهي. والاكس مش تنفع تبقى الاي ليس ذان البي، يعني عايزين اقل من الثري. طب ما هي لو اقل من الثري صح؟ لو اقل من الثري ما اللي تشوز ده كده. بص هنا عشان نجيب دي هي لازم تبقى بين ال 2 وال 8. دي اكيد دي ما فيهاش اي حاجه، لازم تبقى بين ال 2 وال 8. فالاكس مور ذان ال 3 فمش هينفع اسيبها مفتوحه كده ان هي تبقى مور ذان ال 3. هي تبقى بين ال 2 وال 8، ما بين ال 2 وال 8 اللي هي اول واحده. اللي بعده هنا انا عايز الاكس. قال لك الاكس اللي تخلي لي تيتا. بص صلى على النبي، قلت لك على افضل الصلاه والسلام. قلت لي هنا المفترض ان احنا عارفين برضو ان انا هنا عايز الانجل اللي هي الاكس. برضو عايز ايه؟ وات از ذا سيت اوف ذا فاليوز اوف اكس. التي بي مور ذان الاس تي. قلت له ماشي التي بي مور ذان الاس تي. قلت له طب تعالى كده نمشي واحده واحده. اول حاجه هي التي بي قدام مين؟ قال لي قدام الاكس. حطيت نفس العلامه اللي هي المور ذان. جيت هنا قدام المور ذان الاس تي قدام ال 50. فعملت نفس اللي هو قاله. انا كده ثبت اللي هو قاله. قلت له ماشي. انا كده مشيت واحده واحده. دلوقتي هنا المفترض ان اي انجل مش هينفع طبعا. دي بص دي مش هينفع اختارها. فدلوقتي هنا هو حطيت لي الاكس مور ذان ال 50 فخلاص هي كده اصلا موجوده. اصل هوديها فين؟ فتبقى الاكس مور ذان ال 50. بس في حاجه هنا احنا عايزينها. ايه هي؟ ان انا معايا واحده في 50. يعني المفترض ان البلس بتاع الاثنين التانيين 130. يعني انا مش هينفع اصلا. بيقول لك هنا اقل من 180 مش هينفع اسيبها مفتوحه كده صح كده؟ فهنا عشان البلس بتاع الاثنين التانيين معايا واحده 50 ماتت فالاثنين دول 130 فهي تبقى ما بين ال 50 وال 130. تبقى بين ال 50 وال 130. هنا بيقول لي the length of the two side is the triangle in a triangle 6 و 3. what is the interval؟ قال لك انا عايز الانترفال. برضو اعمل البلس والماينس. الماينس ما بينهم 3 والبلس ما بينهم 9 يبقى من 3 to 9. بس انهي واحده؟ هتبقى اخر واحده. ليه اخر واحده؟ لان احنا هنعملها اوبن لانها مش هينفع توصل لل 3 ولا ينفع توصل لل 9. فبقت اخر واحده اللي هي دي. طب A B C in a triangle measure angle B ب 100 which of the following statement is true؟ هو هنا قال لك ان البي ب 100. قال لك ان البي بكام؟ ب 100. قلت له ماشي. يعني هنا مش هينفع يبقى في تريانجل عنده 2 اوبتس. لو انت رجعت بالذاكره كده قالوا لك زمان ان التريانجل ما ينفعش يبقى عنده 2 اوبتس. بس انت اول حاجه لاحظتها ان دي بي يبقى السايد اللي قدامها اسمه اي سي. السايد اللي قدامها يبقى اسمه اي سي. قلت له عظمه جدا ماشي. يعني الاي سي هو هيبقى اكبر سايد موجود. الاي سي هو هيبقى اكبر سايد موجود لان احنا اتفقنا ان اي تريانجل ما ينفعش يبقى فيه 2 اوبتس فما فيش غير اوبتس واحده فاللي هي ال 100. يبقى الاي سي مور ذان الاي بي. اللي بعدها بيقول لي هنا ان الاي بي سي ده تريانجل. بيقول لي ميجر انجل بي 70 والسي 50. سعادتك معلش هنتعبك معانا روح هات لنا الانجل الثالثه. ما انت معاك اثنين روح هات لي الثالثه. رحت تجيب لي الثالثه هنا 50 و70 لقيناها كام؟ 120. يعني ميجر انجل ايه طلعت ب 60. طب لما تبقى ميجر انجل ايه ب 60 هو عايز يبقى بيقول لك مين في دول هي اللي صح. طب سعادتك لو متزاول اعمل كده. دي 60 ودي 70 ودي 50 اهو. ادي ايه بي سي. فعايز يشوف انهي واحده من دول هي اللي صح. قلت له ماشي يلا بينا. الاي بي ليس ذان الاي سي. الاي بي ليس ذان الاي سي. لا ده مش صح طبعا لان اكبر سايد موجود هو الاي سي. يبقى دي كده بيقول لك الاي بي فين؟ الاي بي الاي بي اهي ليس ذان الاي سي. الاي بي ليس ذان الاي سي. يبقى كده اول واحده معانا صح. تاني واحده بيقول لك ان البي سي مور ذان الاي سي. البي سي مور ذان الاي سي. لا ده مش هيحصل. بيقول لك ان الاثنين دول ايكوال برده مش هيحصل. بيقول لك البي سي ليس ذان الاي بي. ادي البي سي ليس ذان الاي بي. البي سي ليس ذان الاي بي. ازاي ده؟ ده دي كده اصلا قدام السكيست. يعني المفترض ان البي سي هي الاعلى. يبقى الوحيده اللي نفعت معانا هي دي. اللي بعده بيقول لك هنا اي بي سي which is a right angle triangle at B. عارف هنا طالما مش مديني اي حاجه كده فهيبدا يلعب معاك على الهايبوتنس. هيبدا يلعب معاك على مين؟ على الهايبوتنس. وخليك فاكر ان الهايبوتنس هو الجريتست سايد ان تريانجل. اي رايت انجل تريانجل الهايبوتنس هو اكبر سايد موجود. طب تعالى كده لو انت عايز تتاكد. لان ليه بقى؟ لان انا لسه قايل لك هنا ان اكبر انجل هتبقى موجوده لان ما ينفعش يبقى في تريانجل عنده 2 اوبتيوس. فدلوقتي هو حاط لك واحده 90. مفيش واحده ثانيه في التريانجل هتجيب 90. ما ينفعش لان انت خدت زمان
ان في حاجه بتقول any triangle has at least 2 acute angle، لازم يبقى في 2 acute، فقال لك هنا الايه بي سي، فانت معاك واحده رايت يبقى اكيد الاثنين التانيين اكيوت، عشان كده بنقول ان الهايبوتنس هو اكبر سايد موجود، يبقى اللي هتبقى موجوده صح هنا بتقول ان الاي سي مور اي سايد من الاثنين، فين هي؟ الاي سي مور ذان اي سايد من الاثنين اهي، خلصت. صعبه؟ لا مش صعبه. يلا بينا نبدا نشوف دول كده عايزين مننا ايه. ماشي، بص يا حبيب قلبي، بسم الله كده صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك هنا انا عايز الفاليو بتاعت الاكس والواي والزد، عايز الفاليو بتاعت الاكس والواي والزد، عايز كلهم مع بعض. قلت له طب بص احنا هنبدا منين؟ قال لي يلا بينا كده بس ايه نشوف واحده واحده واحنا عايزين ايه. انا رحت قلت له بص انا اول حاجه انا هقدر ابدا من عنها الاي دي، الاي دي اللي في النص دي، هو مش الاي دي باور 2 كنت بقدر اخرج اخر حرف انا نطقته الدي يخرج منه 2 لاين، مره اقول دي سي تايمز الدي بي، اقدر اقول كده صح؟ قال لي صح. الاي دي تبقى 36 ايكوال الدي سي بكام؟ باكس ما اعرفهاش تايمز الدي بي قال لي 9. قلت له حلو، يعني لو حبيت اجيب الاكس هعمل 36 ديفايد 9 طلعت 4 سنتيمتر، كده جبنا واحده. حلو، انا اقدر اجيب الباقيين عن طريقها، كده جبنا دي ب 4 سنتيمتر. عسل خالص. تاني حاجه قال لي تقدر تجيب الاي بي باور 2 اللي هو الزد، قلت له ماشي ادي الاي بي باور 2. الاي بي باور 2 ده اللي هو الزد انا اقدر اجيبه من حاجتين، اقدر اجيبه من بايثاغورس اللي هو من ال 6 ومن 9، يا اما اقدر اجيبه من اكليديان اللي هو البي دي تايمز البي سي كلها. قال لي ماشي شوف انت عايز تجيبه منين. اقول لك على حاجه انا هجيبه من بايثاغورس افضل لي، عارف ليه؟ لان انا هروح استخدم الحاجه اللي موجوده جوه السؤال افضل، هروح استخدم الحاجه اللي موجوده جوه السؤال افضل، لان الفور دي انا لسه جايبها وارد ان هي ممكن تبقى غلط، فانا خليني في المضمون عشان لو في حاجه غلط ما رتبش الثانيه عليها غلط. يبقى الاي بي اللي هي الزد 9 باور 2 بلس ال 6 باور 2، وسعادتك مشكورا تروح تحسب لنا دي وتشوف هتطلع بكام. تعالى يا عم نحسبها، 6 باور 2 بلس 9 باور 2 اهو، 9 باور 2 بلس ال 6 باور 2 طلعت 3 روت 13، طلعت 3 روت 13. حلو، يبقى الزد طالعه ب 3 روت 13 اهي، يبقى الزد ب 3 روت 13. عظمه خالص. دلوقتي عايز اجيب الواي، الواي اللي هي دي. الواي بقى ما قداميش حل غير ان انا هستخدم اللي انا لسه جايبه اصلا، لان الاكس انا لسه جايبها والزد انا لسه جايبها لو انا هستخدم بايثاغورس، فقلت له خلاص تعالى نستخدم الواي. يلا الواي دي اللي هي الاي سي باور 2 اخر حرف انا نطقته السي، يبقى هقول له سي دي اللي هي 4 تايمز السي بي كلها اللي هي هتطلع 13. قال لي الاي سي اهي، انا عايز الاي سي مش عايز الاي سي باور 2، يبقى عملت روت السي دي بكام؟ قال لي 4 تايمز السي بي كلها ب 13، يبقى 4 تايمز 13 يبقى سكوير روت 4 تايمز ال 13 تطلع 2 روت 13، تطلع 2 روت 13، يبقى الواي طالعه ب 2 روت 13 سنتيمتر. يبقى كده جبنا الاي بي دي اللي هي مين؟ اللي هي الزد، والاكس هنا اللي هي ال 4 سنتيمتر، وجبنا هنا الاي سي اللي هي الواي. بيقول لي هنا a right quadrilateral prism with the base in the form of a rectangle with dimension. بص بقى انا لما باجي احل سؤال زي ده بحب اعمل كده. اول حاجه واقلل البيز على شكل ايه؟ ريكتانجل. قلت له الريكتانجل دي لازم يطلع منها حاجتين، لازم يطلع منها اللينس والويدث. قال لي مره في اللينس ب 6 ومره قال لي ان الويدث ب 5، قال لي ان التو دايمنشن، التو دايمنشن ده اللي هو اللينس والويدث. قلت له تمام. بعد كده جه قال لي هنا توتال اريا 280، مش مديك اي حاجه غير اللينس والويدث، حتى لايت مش مدولك. يا نهار ابيض علينا وعلى سنيننا. فبيقول لك هنا التوتال اريا ب 200. قلت له طب بص قال لي مش واحده واحده، هي التوتال اريا دي عباره عن ايه؟ قال لي التوتال اريا اللي هي السيرفيس اريا دي عباره عن اللاترال اريا بلس 2 تايمز الاريا اوف بيس. قال لي ماشي، التوتال اريا هو مداني ب 280، ركز بقى معايا كده واحده واحده. 280 اللاترال اريا انا ما اعرفش عنها حاجه، بلس 2 تايمز الاريا اوف بيز. الاريا اوف بيز البيز على شكل ريكتانجل، والاريا بتاعت الريكتانجل 5 تايمز 6 تطلع 30.
يعني انا اعرف اجيب اللاترال اريا. قال لي اه هتعرف تجيب اللاترال اريا طبعا. قلت له ازاي؟ قال لي ما هي 2 تايمز 30 ب 60 لما هتنقلها الناحيه الثانيه بالماينس بقت 220 سنتيمتر سكوير. كده جبنا اللاترال اريا. رد حد عليا قال لي يا لسه ما خلصتش. اروح امسك اللاترال اريا، وانا عارف ان اللاترال اريا بتقول البارامتر اوف بيز تايمز الهايت. صح ولا انا غلطان؟ قال لي صح. قلت له البارامتر بتاعت البيز هي البيز على شكل ايه؟ قال لي البيز على شكل ريكتانجل، يبقى البارامتر بتاعتها لينس بلس ويدث تايمز 2. قلت له صح. قال لي يبقى هنا 220 5 بلس 6 11 11 تايمز 2 22 تايمز الاتش. قال لي كده انت تعرف تجيب الاتش؟ قلت له صح. اودي دي بالديفايد تطلع تاني سنتيمتر. السؤال خلص؟ لسه السؤال ما خلص. ليه؟ لان هو عايز الفوليوم. قلت له جيت هنا قلت له دي كده الفي. الفوليوم كانت عباره عن الاريا اوف بيز تايمز الهايت. الاريا اوف بيز، البيز على شكل ريكتانجل يبقى 5 تايمز 6 ب 30، والهايت انا لسه جايبها، جايب الهايت بكام؟ ب 10، يبقى كل ده كده هيطلع 300 سنتيمتر كيوب. خدت بالك اول ما كنت بشرح الحته دي قلت لك ايه؟ قلت لك ده سؤال غبي جدا، لان هو بيديك حاجه بيخليك تجيب كل حاجه. بص جبنا التوتال اريا وجبنا اللاترال اريا وجبنا الفوليوم، هو بيديك حاجه قد كده بيخليك تعدي عليهم كلهم. فدي الحاجه السخيفه في البريزم. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا رايت سيركلر سيلندر، ده سلندر. قال لك ان الفوليوم ب 160 والهايت ب 10. حلو، انا معايا الهايت اهو ومعايا هنا الفوليوم. قلت لك يبقى انا فاضل لي الراديوس، صح؟ لان قلت لك لازم الراديوس موجود. طب الراديوس مش موجود، يبقى انا اول حاجه اروح استخدم الفوليوم. الفوليوم كان ليه علاقه بالاريا، كانت بتقول باي ار باور 2 اتش. الفوليوم هو مداني ب 160 باي ايكوال ادي باي، الار ما اعرفهاش، تايمز الاتش هو مداني هناك بكام؟ ب 10. الباي في الباي باي، يبقى الار باور 2 160 ديفايدد ال 10 هتلاقيها طلعت 16 سنتيمتر. طب انا هنا دي الار باور 2 انا عايز الار بس، يبقى الار بس هتطلع 4 سنتيمتر عشان في باور 2، فاللي يشيل باور 2 الروت. دلوقتي انا جبت الار. هل انا كده خلصت السؤال؟ لا السؤال ما خلصش، لانه بيقول لك ايه؟ find the surface area of the cylinder. قال لك انا عايز السيرفيس اريا بتاعت السلندر، عايز الاريا بتاعت السلندر. طب جميل، بس قال لك سيرفيس اريا هي التوتال اريا. قلت له حلو، تعال نجيب السيرفيس اريا الجميل. السيرفيس اريا بتاعت السلندر كانت 2 باي ار اتش بلس ار. ادي 2 تايمز، قال لك ان ترمز ان باي يعني سيب لي الباي زي ما هي، تايمز الار. الار انت لسه جايبها ب 4، الهايت انا عارف ان هو ب 10 بلس الار لسه جايبها ب 4. هتروح تحسب الشكل ده كده كله، 2 تايمز 4 ب 8، 8 تايمز 14 تطلع 112 وحط جنبها الباي. 112 حط جنبها الباي سنتيمتر سكوير، عشان انا بجيب هنا اريا، عشان انا بجيب اريا. ان شاء الله ما يكونش فيه مشاكل. قال لي اللي بعده، قلت له يلا. قال لي الديستانس بين التو بوينت دول انا مديها لك ب 2 روت 5. قلت له حلو، عظمه جدا. طالما انت قلت كلمه ديستانس انا هطبق لك الرول بتاعتك، ما توجعش دماغك. انا عملت كده اهو باور 2 بلس، عملت كده كمان وحطيت الباور 2 وبدات اشتغل. قلت له دي اكس ماينس ال 6 والثانيه 5 ماينس ال 1. قال لي ان كل ده لازم يطلع ب 2 روت 5. قلت له عسل حاضر اهو طلعت لك 2 روت 5. قال لي ما بص هنا كده، انا عايز اخلص من الروت ده عشان اعرف اجيب الاكس اللي تحت. قال لي خلاص اللي يشيل لك الروت الباور 2. قلت له ماشي، انا هعمل باور 2 للتو سايد. قال لي اه، يبقى اكس ماينس 6 اول باور 2 بلس 4 ماينس 1 5 ماينس 1 4 4 باور 2 يعني 16 ايكوال دي لما اعمل لها باور 2 هتطلع 20. كده في مشكله؟ قال لي لا عظمه خالص. قلت له انا عايز اوصل للبراكت ده لوحده. قال لي عشان توصل للبراكت ده لوحده ارمي ال 16 الناحيه الثانيه بالماينس. قلت له ماشي، تعالى نرمي ال 16 الناحيه الثانيه بالماينس. قال لي يبقى اكس ماينس ال 6 باور 2 لما ارمي دي الناحيه الثانيه بالماينس بقت 20 ماينس 16 طلعت 4. قال لي انت كده لسه عايز توصل للاكس، بس انت في قدامك باور 2. مين اللي بيشيل لك الباور 2؟ الروت. قلت له ماشي، اروح اعمل الروت، هقسمها 2 كده، روت ال 4 2. قال لي يبقى اكس ايكوال 2 وهنا الاكس ايكوال نيجاتيف 2. ليه؟ لان انا لما بحط الروت بيطلع لي اجابتين، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، يعني هتبقى الاكس ايكوال وادي دي الناحيه الثانيه بالبلس 2 بلس 6 تطلع 8. حلو جدا. طب هنا وادي دي الناحيه الثانيه بالبلس نيجاتيف 2 بلس 6 يعني هتطلع
4. شكرا، انتهى الموضوع. يعني الاكس يطلع بالتو فاليز دول، مره تطلع بال8 ومره تطلع بال4. سعادتك مش مصدق، تعالى في البدايه هنا حط ال8 وحلها هتلاقي طلعت 2 روت 5. مش مصدق ان هي تطلع ب4، حط ال4 في البدايه هنا تحت الروت وعلى الكالكوليتر هتلاقي تطلع 2 روت 5. في الحالتين هتديك نفس الاجابه. طب عندنا سؤال كمان هنا، بيقول لك determine the type of triangle ABC respect to side. حلو، ده اللي كنا اتكلمنا فيه. قلت له حلو، تعالى اول حاجه انا هجيب اللينس بتاعت الاي بي. قلت له اول حاجه اقوم جاي عامل روت كده اهو، باور 2 بلس باور 2، يلا نيجاتيف 2 ماينس 3، 4 ماينس نيجاتيف 1 يعني 4 بلس 1. فلما هروح احسب دي كده سريعا على الكالكوليتر الاقيها 5 روت 2. ماشي، عظمه خالص. تعالى نحسب التاني. اروح اجيب البي سي، عملت كده وقلت له يلا اهو، ده كده باور 2 بلس ده كده باور 2. انا بجيب البي سي، البي سي تبقى 3 ماينس ال 4 باور 2، 3 ماينس ال 4. طب الثانيه نيجاتيف 1 ماينس ال 5، نيجاتيف 1 ماينس، ادي نيجاتيف 1 ماينس ال 5. وسعادتك مشكورا تروح تحسب لنا دي. قلت لي ماشي يلا نحسب. دي كده تبقى 1 ودي كده تبقى 6، يعني 36 يعني تطلع روت 37. نتاكد برضو، 3 بلس نيجاتيف 1 ماينس ال 5 المفروض تطلع روت 37. ربنا يحمينا، الله اكبر علينا. قال لي روت، اثبتي بقى، روت 37 يونت لينس. عندك مشكله كده؟ قال لي ما عنديش اي مشكله. هنا الاي سي، قال لي يلا نجيب الاي سي. قلت له يلا بينا نجيب الاي سي. عملنا كده اهو، ادي عملنا روت باور 2 بلس براكت تاني باور 2. قال لي الاي سي يعني نيجاتيف 2 ماينس ال 4، نيجاتيف 2 ماينس ال 4، 4 ماينس ال 5. سعادتك مشكور هتروح تحسب لنا دي تقريبا برضو هتلاقيها طلعت روت 37 يونت لينس. دلوقتي حضرتك بنظره حضرتك الثاقبه، ادي اي بي وادي بي سي وادي الاي سي، لاحظت ايه؟ قال لي انا لاحظت ان الاي سي زيها زي البي سي. قلت له حصل. قال لي يعني معنى كده ان التريانجل ده التايبس بتاعته ايسوسيلس، يعني الاي بي طلعت ايكوال البي سي، سوري معلش الاي سي. هنا دي كده الاي سي، الاي سي طلعت ايكوال البي سي. ايه ده؟ اتنين طلعوا زي بعض، يبقى التايبس بتاعته ايه؟ ايسوسيلس. التايبس بتاعته ايسوسيلس اهو. وقال لك اكوردنج تو ايه؟ سايد لينس. يبقى دي طلعت ايسوسيلس زي ما انا قلت لك في البدايه ان انت بتلاقي اتنين زي بعض. مش قلت لك في البدايه لازم تلاقي اتنين زي بعض؟ جبنا اتنين زي بعض. حلو. هنا سؤال زي ده كده بيقول لي انا عايز الاسلوب بتاعت اللاين اللي اسمه ال، اللاين اللي اسمه ال، الاسلوب بتاعت اللاين ده. طب دي ب 8 ودي ب 6. قلت لي خلاص من بايثاغورس هعرف اجيب اللاين اللي هو الجزء ده. قال لي هنا 8 باور 2 بلس ال 6 باور 2 طلعت 10، يعني الحته دي كده ب 10. قلت له جميل. هو عايز الاسلوب بتاعت مين؟ عايز الاسلوب بتاعت اللاين اللي هو اللي اسمه ال ده. مبدئيا بس انا بدات افكر كده، الاسلوب بتاعت ال دي هي عباره عن ان هي حاجه هتطلع بالبوزيتيف. عرفت منين؟ عرفت عشان الشكل ده طالع بالبوزيتيف. تاني حاجه انا عارف ان اللاين ده بيجي واي اوفر اكس، بيجي واي اوفر اكس. قلت له ماشي، يبقى انا مهمتي ان انا اجيب البوينت اللي فوق دي، مهمتي ان انا اجيب البوينت اللي فوق. قال لي طب البوينت اللي فوق دي انت هتجيبها ازاي؟ ما عشان اعمل واي اوفر اكس. قلت له طب بص صلي على النبي كده. قال لي عليه افضل الصلاه والسلام. قلت له انا لو جيت عملت كده انا محتاج الحته دي عشان اعرف الديستنس بتاعتها عند الواي قد ايه. يبقى انا محتاج اجيب الحته دي. قال لي الحته دي تقدر تجيبها من بايثاغورس على فكره. قلت له ازاي؟ من اكليديان سوري. قال لي تقدر تجيبها من اكليديان. تقدر تقول لي 6 تايمز ال 8 ديفايدد ال 10 اللي انت لسه جايبها. فانا لقيتها 4.8، لقيتها 4.8. قلت له عظمه خالص، يعني الحته دي كده لحد هنا كده دي 4.8. طب الحته بتاعتها من عند الاكس من هنا؟ قال لي ما دي برضه هتقدر تجيبها. قلت له اجيبها ازاي؟ قال لي برضه تقدر تجيبها من اكليديان اللي هو الاي او اللي هي ال 8 باور 2 تبقى ايكوال، ها دي تيجي هنا كده ما اعرفهاش انا بدور عليها اصلا. ليه انا بعمل كل ده؟ عشان عايز اجيب البوينت دي بكام وكام تايمز ال 10. يعني الاكس الجميله هتطلع دي كده 8 باور 2 يعني 64، 64 ديفايدد 10 يعني 6.4. طلعت 6.4 سنتيمتر، وهنا كمان سنتيمتر. بس انا كده خلصت. مش الحته دي كده ب 4.8 والحته لحد هنا دي كده دي ب 6.4. فانا بعمل الواي اوفر الاكس، واي اوفر
اكس، لان البوينت دي كده تبقى 6.4 و4.8. قال لي يبقى ال 4.8 ديفايدد ال 6.4. سعادتك مشكور، هترميها على الكالكوليتر وتشوف هتطلع معاك كام. 4.8 ديفايدد 6.4 3/4. شكرا، خلص. يبقى انا لما طلب مني السلوب بتاع اللاين اللي اسمه ال، قلت له اول حاجه هو عدى بالاوريجن، فيعتبر البوينت دي ميته بالنسبه لي. بدات اشوف البوينت اللي اسمها ايه وانا عايز اجيب الاوردر بيرز بتاعتها اللي هي الاكس والواي. قلت له انا عشان اجيب الواي بتاعتها يبقى انا محتاج اعرف الحته دي قد ايه، فجبتها من اكليديان، ده تايمز ده اوفر ده. طب وده جبته منين اصلا؟ من بايثاغورس، ان معايا 6 ومعايا 8 وده رايت انجل، فجبنا الحته بتاعت الواي. فدلوقتي مطلوب منك ان انا عايز اعرف هي الديستانس ما بينها وبين على الاكس قد ايه، يعني عايز اعرف الحته دي قد ايه. تقدر تجيبها من اكليديان ان الاي او ايكوال او بي مثلا او او سي مثلا تايمز الاو بي كلها. فبرضه عشان انا معايا الحتتين فعرفت اجيب ال 6.4، فعملت دي اوفر دي، لان انا بقول ايه؟ بقول واي اوفر اكس. ليه انا عملت كده؟ عشان الاوريجن كده اصلا مش هتاثر معايا في حاجه. السؤال اللي بعده، بيقول لي انا هنا انا عايز الاكس اللي تخلي لي الاي سي مور ذان البي سي. قلت له ماشي، بص كده صلي على النبي. قال لي عليه افضل الصلاه والسلام. قلت له اول ما يجي لي سؤال زي ده كده اروح اقسمها 2. اول حاجه هو قال لك ان الاي سي مور ذان البي سي، الاي سي مور ذان البي سي. فانا جيت قلت له فين الاي سي؟ قال لي الاي سي. قلت له الانجل اللي قدامها 50 ماينس الاكس. قلت له مور ذان البي سي. فين البي سي؟ البي سي مين اللي قدامها؟ 60 ماينس اكس. صح كده؟ قال لي صح كده. قلت له حلو، تعالى نبدا نحل. زي ما انا توقعت ان هنا في حاجه مش باينه، فالمفترض هنا شايف دي، هي دي مكتوبه 50 بلس اكس مش ماينس، عشان احنا شايفينها ماينس، فالمفترض هنا دي تبقى 50 بلس اكس. قلت لي جميل، تعالى نبدا نشتغل. يلا كده واحده واحده. انا هجمع الاكسات في مكان لوحدها. ادي اكس، هجيب لها الاكس دي من الناحيه الثانيه، فجت هنا بلس اكس مور ذان 60، وودي ال 50 الناحيه الثانيه راحت بالماينس، بقت اكس بلس اكس 2 اكس مور ذان 50 ماينس 60 ماينس 50 تطلع 10، يعني بقت الاكس مور ذان ال5. كده الاكس مور ذان ال5. طب سعادتك قبل كده ما سمعتش عن انجل بالنيجاتيف صح؟ يعني البارت اللي هو 60 ماينس الاكس ده، ادي 60 ماينس الاكس، احنا عايزينه مور ذان الزيرو، عايزينه مور ذان الزيرو، لان احنا ما عندناش انجل بالنيجاتيف. لان انا لو سبتها مفتوحه ان الاكس مور ذان ال5، فممكن اجي اقول لك مثلا ان الاكس ب 70، بقت 60 ماينس 70 نيجاتيف 10، واحنا ما عندناش انجل بايه؟ بالنيجاتيف. فبدات انت تقول لي خلاص ادي النيجاتيف اكس، هودي ال 60 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف. قلت لي ان النيجاتيف لما اجي اعمل ديفايد نيجاتيف فلازم اعمل تشينج للانيكواليتي، فبقت الاكس ليس ذان ال 6. طب ايه ده؟ الاكس مور ذان ال 50 وليس ذان ال 60. قلت لك اه، يبقى انا الفاليو بتاعت الاكس بتاعتي موجوده من ال 5 لحد ال 60، دي اوبن ودي كمان اوبن. كده عندك مشكله؟ ولا اي مشكله الحمد لله. السؤال اللي بعده، بيقول لك هنا ان الاي بي دي مور ذان السي دي بي. احنا عايزين نعمل بروف لده. قلت لك حلو، مالكش دعوه باللي هو عايز دلوقتي، تعالى نمشي واحده واحده. انا هبدا من التريانجل ده. انت لاحظت ايه؟ انا لاحظت هنا ان الدي قدام ال9، بس ما ينفعش اقول دي بس. فانا رحت قلت له بص انا همشيها واحده واحده. انا اروح اقول له هنا ان الاي بي مور ذان مين؟ الاي دي. قلت له ماشي، دي كده اول جزء. قلت له تمام، انا همشي بقى معاه واحده واحده بقى. قال لي حلو يلا بينا. لما انت بدات من عند ان الاي بي مور ذان الاي دي، فدلوقتي الاي بي مين الانجل اللي قدامها؟ اسمها اي دي بي. قلت له ماشي، ادي ميجر انجل اي دي بي مور ذان. تعالى نمسك الاي دي. الاي دي مين اللي قدامها؟ اللي قدامها اي بي دي اهي، اي بي دي، دي كده اللي قدامها، اللي قدام ال6 اهي اي بي دي. يبقى ميجر انجل اي بي دي. حلو كده لحد دلوقتي؟ قال لي جميل، عظمه جدا. قلت له طب تمام، ادي كده دي سميتها نمبر 1. انا سميت دي كده نمبر 1 ان الاي بي دي، الاي بي دي راحت فين؟ الاي بي فين؟ الاي بي ايه؟ الاي دي بي مور ذان الاي بي دي. قلت له عسل.
تاني حاجه رحت الناحيه التانيه. الناحيه التانيه رحت قلت له نفس الكلام. بدات بمين؟ رحت قلت له هنا ان الدي سي مور ذان مين؟ الدي سي مور ذان البي سي. طب الدي سي مين الانجل اللي قدامها؟ الانجل اللي قدامها الحته دي. فاللي هي اقدر اقول له ميجر انجل اللي قدام الدي سي اسمها دي بي سي او سي بي دي. شوف انت حابب تسميها ايه، سي بي دي. سي بي دي هي راحت فين؟ اهي سي بي دي. جميل، اعطيت نفس العلامه اللي هي المورزان. البي سي فين؟ البي سي اهي. مين الانجل اللي قدامها؟ الانجل اللي قدامها الحته دي اللي هي ميجر انجل اسمها ايه؟ اسمها سي دي بي. سي دي بي. سميت دي كده نمبر 2. هاجي اقول له فروم 1 و 2 الحته اللي احنا عايزينها خلاص حصلت. ايه هي بقى؟ الاي بي دي. اي بي دي مور ذان سي دي بي. الحته دي مور ذان الحته دي. ايه ده؟ ازاي؟ قلت لك مش انت عندك في 2 سايد ب 9 صح كده؟ لو انت جيت لاحظت هنا ان انا خدت بالي ان هنا في اي بي دي وهنا في اي بي، هنا اي دي بي وهنا اي بي دي، والناحيه الثانيه برضو الدي موجوده في الميدل. يعني هنا المفترض ان انت لو خدت بالك ان الحته بتاعت الدي هي جت مور ذان الحته بتاعت البي ده هنا، والناحيه الثانيه حصل العكس. فانا اجي اقول له فروم 1 و 2 فروم 1 و 2 ايه اللي هيحصل من 1 و 2؟ اللي هيحصل من 1 و 2 ان الاي بي دي هتبقى مور ذان السي بي دي. الاي بي دي اللي هي الاي بي دي اللي هي الحته دي مور ذان مين؟ مور ذان السي دي بي. لان انا لو جيت عملت ريليشن ما بين الاثنين، دي قدام ال6 ودي قدام ال5، فانت لو خدت بالك هتلاقي ان اللي قدام ال6 هي مور ذان الانجل اللي قدام ال5، لان احنا عرفنا ان الجريتست سايد اوبزيت للجريتست انجل. فقلت له خلاص فروم 1 و 2 هقوم قايل له ميجر انجل الاي بي دي مور ذان ميجر انجل سي دي بي، وخلص الحته اللي احنا عايزينها. طب تعالى ننزل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا انا مش عايز اعرف هو عايز ايه. انا دخلت بصيت لاحظت حاجه صغيره كده. قلت لي ايه اللي انت لاحظته؟ انا لما دخلت بصيت هنا على السؤال ده لاحظت ان احنا معانا 2 رايت انجل. قلت له ماشي، من ال 2 رايت انجل انا اقدر استخدم بايثاغورس واجيب الحته اللي اسمها اي دي. فانا جيت كده قلت له بص انا هروح اجيب الاي دي على جنب كده لوحدها. قلت له الاي دي يعني هنا هتبقى 15 باور 2. ليه؟ عشان ده سايد ماينس، فبدات بالهايبوتنس ماينس كام؟ ال 9 باور 2. فسعادتك مشكورا رحت استخدمت الحته دي لقيتها بكام؟ ب 12. 15 باور 2 12 تقريبا. 15 باور 2 ماينس ال 9 باور 2 طلعت 12 صح؟ طلعت 12 سنتيمتر. حلو، ده كده الاي دي. تاني حاجه رحت الناحيه التانيه لقيت نفسي ان انا اعرف استخدم واجيب السي اي عشان ده رايت انجل برضه. قال لي هتعرف تجيبها برضه من بايثاغورس اللي هو تقدر تقول لي 10 باور 2 ماينس ال 6 باور 2. فلقيتها طالعه 8 سنتيمتر. انا كده لسه بجهز للسؤال بتاعي، فلقيت دي 8 ودي ايه؟ 10. انا كده لسه بجهز لسؤالي. قلت له حلو. جيت دلوقتي هنا جيت بصيت ذا لينس اوف البروجيكشن اوف الاي بي اون السي دي. قلت له عظمه خالص. دلوقتي انا عايز مين بقى؟ قال لك ان هنا الاي بي انا عايز انزلها على السي دي. قلت له ماشي، بص كده ادي الاي بي اهي، عايز انزلها على السي دي. قلت له انا همسك الاي هتنزل فين؟ الاي هتنزل هنا كده على السي لانها تعمل بريبنديكولار هنا. طب البي همسك البي هنزل بيها على اللاين، نزلت هنا. يبقى الحته اللي انا عايزها كلها اسمها سي دي. الحته اللي انا عايزها كلها اسمها سي دي، لانه بيقول لك الاي بي اون السي دي. نزلت الاي على السي والبي نزلت على الدي، فاداني ده اللاين اللي انا عايزه اللي هو البي دي. قلت له خلاص يبقى زد البي دي كله صح كده ولا الدي سي؟ الدي سي كله اللي احنا عايزينه. الدي سي كلها على بعضها هتبقى ايكوال ال 10 ال 12 سوري 12 بلس مين؟ ال 12 بلس ال 8. ال 12 بلس ال 8 هلاقيها طلعت 20 سنتيمتر، لان الحته دي طالعه ب 12 والحته دي طالعه ب 8، فاللاين كله طلع 20 سنتيمتر. طب السؤال اللي بعده
اللي هو المنظر اللي قدامنا ده ماشي، هو طلع فوق بس مش مشكله، نظبطها كده احنا نشوفها مع بعض كده. بيقول لك الاي بي سي دي ده ترابيزيوم، قلت له ماشي. فبيقول لك هنا انا قبل ما اشتغل بس وقبل ما ابص هو عايز ايه، فانا في حاجه لفتت نظري. اللي لفت نظري ان انا مفيش رايت انجل اشتغل عليه، صح ولا انا غلطان؟ وانت لفت نظرك ده برضو ان مفيش رايت انجل نشتغل عليها. فساعتك جيت قلت لي طب بص انا هعمل حاجه لطيفه، قلت لك قول هتعمل ايه؟ قال انا هروح انزل بده كده، سميت دي مثلا اف ايا كان، وعملت رايت انجل هنا. قلت له تمام. قال لي اللاين ده اللي هو اللي اسمه اي بي ب 10، يبقى الحته اللي قدامه هنا كمان بكام؟ قال لي ب 10. قلت له يعني ال 15 دي انا هشيلها خالص والحته اللي فوق دي تبقى في 5. قال لي جميل. اول حاجه انا هروح اعملها كده وانا بحل قبل ما ابص حتى هو عايز ايه. قلت له ما هي دي ب 10 يبقى اللي قدامها ب 10 عظمه خالص. قال لي يبقى انت تعرف تجيب الاي اف. قلت له اجيبها ازاي؟ قال لي ما هو التريانجل اللي فوق ده رايت انجل، فيبقى 13 باور 2 ده كده، لا ماينس عشان احنا بنجيب سايد، 13 باور 2 ماينس ده شال الروت اصلا ماشي، ماينس ال 5 باور 2. فساعتك هتروح تحسب دي هتلاقيها طالعه 12، يعني الحته دي كده جاب ب 12، يبقى اللي قدامها كمان جايه 12 عشان ده كده ريكتانجل. في اي مشكله معانا لحد دلوقتي؟ لا. هنبدا نشوف هو عايز ايه. بيقول لك هنا وات از ذا لينس وذا بروجيكشن اوف الاي دي اون السي دي. قلت له ماشي، الاي دي ادي الاي دي اون السي دي. طب الدي متكرره، الدي موجوده هنا وهنا، فانا مسكت الدي زي ما هي، انا مسكت الدي اهي. فرحت هنا مسكت الاي وقلت له الاي تنزل فين على السي دي؟ نزلت عند الاف، يبقى الحته اللي انا عايزها اسمها دي اف. قلت له خلاص يبقى الدي اف ايكوال 5 سنتيمتر اهو، انا سجلتها هنا كده. قلت له يبقى الحته اللي انا عايزها اسمها دي اف، والدي اف دي هتبقى 15 ماينس 10 زي ما احنا جبناها، جاب ب 5 سنتيمتر. عسل خالص كده، جبنا اول واحده. ثاني واحده بيقول لك انا عايز اللينس اوف الاي دي اون البي سي، اي دي اون البي سي. قلت له ماشي، ادي الاي دي انا عايز اون البي سي، الاي هتنزل على البي، طب والدي هتنزل على السي، يبقى مين اللاين اللي انا عايزه؟ اللي هو البي سي ده كده اللاين اللي انا عايزه. قلت له خلاص، يعني انا هقول له دلوقتي هنا ان البي سي ده اللينس اللي انا عايزه، هيبقى ايكوال الاي اف اللي احنا لسه جايبينها، اللي هي بقت بكام؟ اللي هي بقت ب 12 سنتيمتر من اللي احنا جبناها فوق هنا اهو. نخش على السؤال ده. بيقول لي انا عايز الاكس والواي والزد، احنا لسه عاملين واحده شبهها من شويه، جبنا الاكس والواي والزد. قلت له ماشي يلا بينا نجيبها تاني. اول حاجه هنا انا اعرف اجيب اللاين اللي هو اسمه اي سي كله على بعضه. قال لي ازاي؟ قلت له ما هو من التريانجل الكبير انا معايا 15 ومعايا 20، فانا اقدر من بايثاغورس اقول له 15 باور 2 بلس ال 20 باور 2، فلقينا ان الاي سي كلها طلعت ب 25 سنتيمتر. قلت له عسل خالص. دلوقتي هنا لما الاي سي كلها جاب ب 20 سنتيمتر، قال لي انت تعرف كده تجيب الزد. قلت له اجيبها ازاي؟ قال لي ما هو الزد في رول ليها بتقول 15 تايمز 20 اوفر 25. سعادتك مشكورا تروح تحسبها لنا كده على الكالكوليتور الجميله بتاعتك، دي ديفايدد 5 تبقى 5، دي ديفايدد 5 تبقى 4، هنا دي كده 3 تطلع 12. طلعت كام؟ 12 سنتيمتر. ده مين اللي طلعت ب 12؟ اللي هي الزد. يبقى الحته بتاعت الزد دي طلعت ب 12 سنتيمتر اهي. دلوقتي انا عايز اجيب الحته بتاعت الاكس، تقدر تجيبها عن طريق بايثاغورس من هنا، وتقدر تجيب الواي بايثاغورس من هنا، يا اما تقدر تستخدم اكليديان، هتقول لي ان البي اي ايكوال اي دي تايمز الاي سي، والاي سي كلها معانا، شوف انت عايز تستخدمها ازاي. انا قلت لك طالما في الحالتين انا هستخدم حاجات جديده انا لسه جايبها، فانا اروح استخدم بايثاغورس اقرب لك على طول. قلت له يبقى الاكس انا هنا بدور على سايد، يبقى 15 باور 2 ماينس ال 12 باور 2. طب اللي بعدها قال لي انا عايز الواي، قلت له الواي برضو انت هنا بتدور على سايد من التريانجل اللي موجود الناحيه الثانيه، فتقدر تقول لي ال 20 باور 2 ماينس ال 12 باور 2، وفي الحالتين تشوف كل واحده فيهم هتطلع معاك بكام. تعال نحسبهم كده مع بعض. قلت له دي روت 15 باور 2 ماينس ال 12 باور 2 طلعت 9، يبقى دي كده طالعه ب 9. مين دي اللي طالعه ب 9؟ الاكس. قلت له خلاص طالما طالعه ب 9 يبقى دي ب 11. قال لي عرفت ازاي؟ قلت له هو مش اللاين كله بكام كنا جايبينه لا ده مش ب 11، اللاين كله كنا جايبينه ب 25، فدي طلعت 9، يبقى دي كده طالعه 16. حتى تعالى نتاكد كده، تعالى نتاكد. قلت له اهو 20 باور 2 ماينس ال 12 باور 2 طلعت 16 صح. جبناها ازاي؟
انت لسه جايب لي من شويه ان الاي سي، لو انت مش عايز تستخدم الروت، انت لسه من شويه جايب ان الاي سي كلها كانت ب 25، فانت لما جبت الحته اللي هي بتاعت الاكس ب 9 فعملت 25 ماينس 9 اداني 16، يا اما تقدر تستخدمها من بايثاغورس زي ما انت عملت دلوقتي. طب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده جاي بيقول لك هنا انا عايز اعمل بروف ان الاي بي مور ذان الاي سي. قلت له بص كده، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي انا لاحظت حاجه. قلت له انت لاحظت ايه؟ قال لي انا لاحظت ان الاي اي، انا لاحظت ان في بارل، ان الاي دي كله على بعضه بارلل مع مين؟ مع البي سي. قلت له خلاص طالما في بارلل يبقى اكيد في حرف من الثلاثه. قال لي انا شايف ان في زد. قلت له ماشي، او يعني دي كده ب 30 ودي كده ب 58. فانا رحت سجلتهم، رحت قلت له هنا ان ميجر انجل، انا كتبت اللي هو بيقوله ده، ان ميجر انجل الاي اي بي ايكوال ميجر انجل اللي هي اللي اسمها بي ايكوال 30. دي اول معلومه. ثاني معلومه قلت له ان ميجر انجل اسمها دي اي سي بقت زيها زي ميجر انجل سي، زيها زي ميجر انجل سي. ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 58. قلت له حاصل صح، عظمه خالص. دلوقتي انا لسه قايل لك من شويه لما كنا بنحل، قلت لك مجرد ما تلاقي تو انجل وانت مغمض تجيب الثالثه، وانت مغمض تجيب الانجل الثالثه. فانا رحت اجيب الانجل الثالثه اللي هي اللي فوق دي، اللي هي اللي في النص ما بينهم. لقيتها كام؟ لقيتها 100. دي كده 80 يبقى 100 يبقى 96. لا مش 96، 92. صح ولا انا غلطان؟ نتاكد برضه. دي كده 80 يبقى فاضل لي 100 يبقى ايه 92 صح. دي كده 92. بدات امشي واحده واحده. دلوقتي هنا هو بيقول لك هنا اي بي، فانا قبل ما اكتب الاي بي هبص على السايد اللي اسمه اي بي. مين الانجل اللي قدامه؟ سي. فانا هعمل كده، قلت له دي ميجر انجل سي. مالها ميجر انجل سي؟ هنا بيقول لك الاي سي، فانا رحت بصيت على الاي سي، قال لي ان الانجل اللي قدامها اسمها بي. قلت له خلاص يعني السي مور ذان ميجر انجل بي. انا بعمل عبيط، اللي هو بعمل عبيط معاه، هو عايز ده فانا بشوف عن طريق ده ان انا اجيب الانجل. قلت له خلاص يبقى الاي سي اوبزيت للاي بي مور ذان البي اوبزيت للاي سي. شكرا، انا عملت البروف اللي هو عايزه. شكرا وخلص السؤال كده. هتقول لي طب وال92 احنا استخدمناها في؟ قلت لك ما استخدمتهاش في اي حاجه، بس معلش لما تلاقي تو انجل هات الثالثه احتياطي، لان في اوقات هنضطر ان احنا نستخدمها. اتفقنا؟ قال لي اتفقنا. قلت له ماشي، تعال نخش على السؤال ده. السؤال ده بيقول لك هنا ان الاي دي عامل بايسكت مع الميجر انجل اسمها بي اي سي، يعني الحته دي قد الحته دي. هو هنا عايز يقول لك ان الاي سي مور ذان الدي سي. قلت له ماشي يلا بينا. دلوقتي انا اول حاجه عملتها هو كتبت الحته بتاعت البايسكت دي. فلما كتبت الحته بتاعت البايسكت رحت قلت له بعدها ان ميجر انجل بي اي دي بي اي دي ايكوال ميجر انجل اسمها دي اي سي. ليه؟ عشان البايسكت. قلت له خلاص لما الانجل دي ايكوال الانجل دي يبقى السايد احنا عارفين هنا دي ايكوال دي. قلت له عظمه خالص. دلوقتي انا عارف ان المفترض ان في حاجه عندي بتقول ان الاكستيريور انجل مالها هي جريتر ذان التو انتيريور انجل. يعني انا هروح اقول له هنا ان المفترض ان دي مور ذان الاي ومور ذان السي في نفس الوقت. قلت له حصل. فانا قلت له هنا ان ميجر انجل اللي اسمها ايه؟ اي دي بي مور ذان ميجر انجل دي اي سي او سي اي دي. شوف انت عايز تكتبها ازاي. فانا كتبتها دي اي سي، سميت دي كده نمبر 2 ودي كده نمبر 1. رحت الناحيه الثانيه قلت لي طب بص استنى بس، قبل ما تروح الناحيه الثانيه امسك دي الاول. دلوقتي هنا انت بتقول لي ان الاي دي بي مور ذان الدي اي سي. قلت لك حصل. قلت لي وهنا انت بتقول كمان ان البي اي دي ايكوال الدي اي سي، يعني انت تقصد ان ميجر انجل اي دي بي الانجل دي اللي الحته دي هي مور ذان البي اي. هي راحت فين اهي؟ بي اي دي يعني دي مور ذان دي. قلت له اه ده اللي احنا عايزينه. قال لي تمام. طب حاجه كمان. قلت له خلاص يبقى دي مور ذان دي. خليك فاكر ان دي مور ذان دي، ده اللي انا قلته. ودي ايكوال، يعني في نفس الوقت دي مور ذان دي. يعني دلوقتي هنا انا رحت قلت له ان الاي بي هتبقى مور ذان الدي بي. قلت له ماشي، دي كده خلصنا من دي. تاني حاجه هروح اقولها له، هقول له دلوقتي هنا ان الاكستيريور انجل دي
مور ذان مين؟ مور ذان اي دي اي بي. فانا رحت قلت له كده، قلت له دي ميجر انجل الاكستيريور انجل اللي اسمها اي دي بي اي دي سي سوري اي دي سي مور ذان ميجر انجل دي اي بي او بي اي دي بي اي دي. دي كده نمبر 3. طب من 1 و 2 و 3 دلوقتي هنا انا بقول لك ان دي مور ذان دي وفي نفس الوقت دي ايكوال مع دي صح؟ يعني معنى كده ان الاي سي هو مور ذان السي دي اهو. الاي سي مور ذان الاي سي اهو عشان هو قدام دي مور ذان السي دي. ده اللي هو عايزه اصلا. طب انت عرفت منين؟ ما قلت لك ما انا عرفت منين؟ ان ميجر انجل دي اللي هي الاي دي سي احنا كاتبينها اهو مور ذان البي اي دي بي اي دي. طب ما اصلا دي ودي ايكوال، فيبقى الحته دي مور ذان الحته دي برضه، يبقى اللينس اللي اسمه اي سي مور ذان اللينس اللي اسمه دي سي. ماشي، اسيب لك انت السؤال ده بقى تعمله يا وحش. هتبداوا ازاي؟ انا بقول لك ان انت معاك تو سايد ايكوال يبقى في تو انجل ايكوال اللي حصل، يعني الميجر انجل بتاعت البي ايكوال ميجر انجل اي سي بي. بدات هنا اقول له طب انا هستفاد ايه تاني؟ قال لي ما انت عايز توصل ان الاي دي مور ذان الاي بي صح كده؟ قلت له صح كده. قلت له طب ما هو في نفس الوقت انا معايا الاثنين دول ايكوال صح؟ وانا معايا دي الانجل دي هتبقى مور ذان الانجل دي. ليه؟ لان انا عارف ان الاكستيريور مور ذان الانتيريور انجل. طب ما ايه ده؟ دي مور ذان دي حصل، يبقى معنى كده ودي زي دي صح؟ يبقى الاي دي مور ذان الاي بي. ده اللي هو عايزه اصلا. خلصت. شفت انا خلصتها لك بسرعه كده، فانت دورك انت تكتبها. اقولها تاني. هنا هو قال لي ان الاثنين ده ايكوال الاي بي ايكوال الاي سي. قلت له يبقى دي ودي ايكوال. قال لي حصل. قلت له مع الاكستيريور انجل اللي اسمها اي سي دي، دي معلومه قلناها في اول سيشن خالص ان الاي سي دي مور ذان اي بي سي صح كده؟ حلو عشان هي مور ذان الاكستيريور انجل. طب ما انا عارف ان الانجل دي ايكوال الانجل دي، يبقى معنى كده ان الاي دي مور ذان الاي بي. وتم بحمد الله كده يونت 3 الحمد لله. فالمطلوب من سعادتك ان انت تقعد بقى تراجع معلوماتك دي سريعه، وزي ما قلت لك هنا الموضوع بيتقال ان احنا بنفكر سعادتك بمعلوماتك بطرق حلك بالرولز بتاعتك بالقصه دي كلها. مش مطلوب منك غير ان انت تقعد تطبق وتحل، لان خلاص ما بقاش فيه وقت. فان شاء الله يعني الدنيا تبقى سهله ولطيفه، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.